عليكم يا شباب، معكم ندى شريف اورجانيزر من تيم علوم جانا. برحب بكم جميعا وبشكركم على تواجدكم معانا، وبإذن الله تطلعوا بأقصى استفادة. النهاردة هتكون أولى سيشنز متعلقة بالتعريف بالأقسام المقدمة من تيم علومانجي، وهنبدأ بقسم الكيمياء وهيكون كلامنا أكتر عن كيمياء سبيشال. وهيكون معانا دكتور عمر فؤاد، دكتور الكيمياء غير العضوية بكلية العلوم جامعة القاهرة. هيتكلم معانا بإذن الله عن قسم الكيمياء وكل التفاصيل اللي هتحتاجوا تعرفوها. حقيقي دي فرصة عظيمة إن يكون معانا دكتور عمر، فبنشكر الدكتور جدا جدا على وقته، وتقدر تتفضل يا دكتور. شباب كده في صوت؟ طب سامعيني؟ يا دكتور. شباب تمام. اولا انا بشكر ندى طبعا على المقدمه اللي هي قالتها وبتشرف ان انا اكون معاكم النهارده في اول سيشن ليكم. طبعا عرفت من ندى ومن الاورجنايزر بتاع انا والمانجي ان اغلب الناس اللي موجودين في السيشن النهارده هم طلبه من سنه اولى وناويين يتخصصوا في سنه تانية. بصوا، انا لما كنت في سنكم كده كان في كام حاجه بتراودني قبل اختيار القسم. هو اولا ان انا هختار قسم ايه وليه، وهل هعمل ايه بعد ما اتخرج منه، وفرص شغله ايه. بالذات الولاد الحوار ده بيفرق معاهم جدا اكتر من البنات. يعني البنت ممكن تكون بتدور على حته الريسيرش اكتر، حته ان هي ممكن تشتغل حاجه اكاديميه. مش معنى كده ان البنات مش بتدور على الشغل، مش قصدي كده. انا قصدي ان الولد بيبقى همه كله ان هو يجيب فلوس عشان هو اللي هيبقى بيفتح بيته، والحته دي تبقى مؤثره معاه شويه. فدي كانت المشكله بالنسبه لي في البدايه. انا اولا كنت في سنه اولى باخد جيولوجيا وفلك كمتطلبات. يمكن اغلبكم يكون واخد نفس القصه دي، في منكم اللي هيبقى واخد مواد تانية بغض النظر يعني. فانا كان قدامي 3 اوبشن ان انا اخشهم: يا اما كيمياء سبيشال، يا اما كيمياء جيولوجيا، يا اما كيمياء فيزياء. بس اكيد مش هفكر في فيزياء او فيزياء فلك، لا، ما كانوش في تفكيري اصلا. ما كانوش في تفكيري الاسباب. في الفتره اللي انا كنت بختار فيها في الاقسام كانت الحاجات دي مش فوكس قوي في الشغل، لكن في الوقت الحالي ليهم فرص شغل كويسه. بس في الفتره اللي انا كنت بفكر فيها ما كانش فيه ساعتها. فانا كان قدامي 3 اوبشن بس: كيمياء جيولوجيا وكيمياء سبيشال وكيمياء فيزياء. انا مش هكذب عليكم، انا اصلا كنت بكره الكيمياء كره السماء والارض في سنه اولى. ممكن بسبب ان انا يعني اتدرس لي من حد ما كانش يحببني في الماده او كرهني في الماده بشكل معين. مش معنى كده انا جبت فيها تقدير، لا، انا جبت فيها الحمد لله تقدير كويس كان يأهلني ان انا اخش القسم. بس الفكره كلها ان انا ما كنتش حابب ان انا اخش كيمياء بس. فكان اختياري ان انا اخش كيمياء جيولوجيا، ويبقى ده الاختيار الاول بالنسبه لي. بالصدفه البحته يوم تسجيل التنسيق انا ما كنتش متواجد في البيت، فبعت الباسورد لحد من زمايلي، فهم كتبوا لي كيمياء سبيشال معاهم عشان هم كانوا عايزين ان احنا نخش كجروب مع بعض يعني. وما كنتش اعرف ان هم ناويين يعملوا كده. المهم يعني لما نتيجه التنسيق ظهرت انا عرفت ان انا دخلت كيمياء سبيشال. فكانت صدمه بالنسبه لي ان انا دخلت حاجه انا اصلا مش حاببها. بس في الاول والاخر هاجي اقول لكم ان ده كان من اختيار ربنا وكان اختيار الصائب يعني الحمد لله ويمكن انا كنت دخلت كيمياء سبيشال ما كنتش اتعينت في الكليه، او ما كنتش بقيت اللي انا الحمد لله فيه دلوقتي. طيب، خلينا نتكلم معاكم بقى بشكل مختلف شويه. بمعنى ان انا دلوقتي مثلا انت دخلت القسم، او انت عايز تخش قسم كيمياء. طب انا عايز اخش قسم كيمياء ليه؟ او انا هستفيد منه بايه؟ هو انا اولا لما دخلت القسم يعني بان لي حاجات ما كنتش شايفها قبل كده. الفتره اللي احنا كنا فيها ما كانش في عندنا اوبشن ان انتوا فيه دلوقتي، ان حد يقعد يتكلم معانا يقول لنا الاقسام دي فيها ايه او ميزتها ايه او بتتخرج منها بتشتغل ايه. كل ده ما كانش متاح، بس بقى متاح مع حظكم يعني الحمد لله. طيب، بص، اولا انا شفت كام اسئله كده من اللي اتبعتت ليكم. في كام حد كان بعت كذا سؤال، ممكن نرد عليهم بشكل سريع مع بعض. هو اولا انا هشتغل ايه لما اتخرج من القسم؟ القسم ده اكتر قسم ليه فرص شغل موجوده في التاريخ. ده بجد من غير افوره في الكلام يعني. وبالذات وبالاخص قسم كيمياء منفرد. بمعنى ايه؟ هو كده كده كل اللي متخرج من تخصص كيمياء ليه ان هو يشتغل في نفس الشغل اللي انا ممكن هقوله ده، اللي هو معامل تحاليل، معامل ابحاث، ادويه، شغل تدريس. اللي اغلبكم او اغلب طلبه هم بتشتغلوا، مش عارف ليه الصراحه. هو بيشتغلوه عشان هو بيجيب فلوس، يعني شغل دروس خصوصيه وكده والسناتر. يعني ده شغل بيجيب فلوس، بس ده مش شغلنا اكتر يعني. ده مش شغل علوم، ده شغل بتاع تربيه. بس انا مش عارف ليه طلبه علوم بتتجه ليه.
يمكن بيتجهوا ليه عشان العائد المادي بس. لكن انت كطالب علوم المفروض عندك مجالات شغل كتير تانية. اولا البحث العلمي، انت في عندك مراكز بحثيه كتير جدا في مصر بتاخد طلبه كيمياء منفرد بالذات بالاسم. في طبعا بقى كاقسام تانية، يعني كيمياء جيولوجيا، كيمياء فيزياء، كيمياء منفرد، كيمياء حيوان. ممكن يشتغلوا في مجالات البيئه. مجالات البيئه دي زي محطات الميه، في محطات تنقيه الهواء، في معامل تحاليل، شغل الرقابه والجوده ده اصلا الكيو سي والكيو اي والار ان دي. الشغل ده موجود في كل المصانع تقريبا، مصانع الادويه ومصانع الاسمنت ومصانع الاغذيه. في مجال السلامه والصحه المهنيه، في مجالات البترول طبعا. واخيرا يعني وليس اخيرا مجال الدعايه الطبيه اللي هو ميديكال ريب. بس خلينا نتكلم كقسم كيمياء منفرد، انا ايه اللي مفتوح ليا في قسم كيمياء منفرد؟ او ايه اللي بيميزني عن بقيه الاقسام التانية ككيمياء حيوان او كيمياء فيزياء او كيمياء جيولوجيا؟ بصوا، قسم كيمياء منفرد اوقات المصانع والشركات بتطلبه في الاعلان بالاسم. يعني لما بييجوا يطلبوا كيمياء او مطلوب كيميائي، بيتكتب كده تخصص كيمياء منفرد او كيمياء خاصه. هم بيبقوا عايزين بس بتوع كيمياء، اللي هو درس كيمياء بس. شركات البترول اوقات في اعلاناتها بتبقى نازله ان هي عايزه تخصص كيمياء منفرد بس. التعيينات في الجامعات الخاصه يعني نسبه 90% بيكون عايزين بتوع كيمياء منفرد بس. لو ما قدهمش حد كيمياء منفرد كواليفايد يعني بيبداوا يدوروا على التخصصات المزدوجه. هل معنى كده ان بتوع المزدوج ما لهمش شغل؟ لا طبعا، هم شغلهم زينا بالظبط. وكمان في منهم في ناس بتبقى فرص شغلها اكتر. يعني مثلا خريج كيمياء جيولوجيا، هو عنده التو لاين، ان هو يشتغل في الكيمياء بتخصص الكيمياء بشكل عام، وان هو يشتغل بتخصص الجيولوجيا. يعني انا زمايلي ودفعتي من خريجين كيمياء جيولوجيا في ناس منهم كتير شغالين في شركات بترول. هو دارس الحاجتين، دارس الكيمياء ودارس الجيولوجيا. فلما قدم كان حد كواليفايد ان هم ياخدوه، بس هو اشتغل بالجيولوجيا اكتر ما اشتغلش بالكيمياء، فقدر ان هو يتعين. انا اللي اقصده ايه؟ ان اقصده اختيارك للقسم هو بيحدد انت عايز ايه. فلو انت بتدور على فرص شغل كتير بس هيبقى فيها تنافس، خليك في الاقسام المزدوجه. لو بتدور على فرص شغل كتير وهتبقى انت منفرد شويه، خليك في كيمياء بقى منفرد. بمعنى، يعني لو انت بتدور على ان انت تمسك العصايه من النص واشتغل حاجه، ادور على حاجه يكون فيها شغل كيمياء وشغل جيولوجيا، يبقى خليك في كيمياء جيولوجيا او كيمياء حيوان او كيمياء فيزياء. طبعا ده للناس اللي هيتارجتوا كيمياء فيزياء. لكن لو انت عايز حاجه تنفرد بيها بنفسك وتبقى انت خريج قسم متخصص في الكيمياء، بتطلب بالاسم في اماكن معينه بيبقوا عايزين حد بس تخصص كيمياء منفرد، يبقى خليك في كيمياء منفرد. طيب، ده لو احنا بنتكلم على الشغل. على التدريبات، كل الاماكن اللي انا قلتها دي انت من حقك تنزل تدرب فيها، واهمها المراكز البحثيه طبعا. وحاول ان انت في الفرصه، يعني الفتره اللي انت فيها في الكليه دي، السنه الثالثه ورابعه او ثانيه وثالثه ورابعه، ان انت تحاول تبدا شويه في جو الشغل البحثي، لان الشغل البحثي ده هو الاهم. ممكن بس نقف لحظه عشان اذن بيأذن ونكمل.
دكتور الصوت اختفى عندي خالص. احنا كنا ساكتين يا ملك عشان بس الأذان. كده الصوت رجع تمام صح؟ تمام، شكرا لك. تمام. ممكن نكمل شوية. احنا كنا وقفنا على التدريبات. انا قلت لكم ان احنا كل الاماكن اللي انا ذكرتها من شويه دي هي اماكن تدريبيه عادي احنا ممكن نتدرب فيها. يعني انت متاح لك انت تتدرب في شركات الادويه في المصانع، وده متاح من الكليه. يعني الكليه اللي بتدعمك بده، انت بتاخد جواب من الكليه موجه للمكان اللي انت عايز تروح تتدرب فيه وبتسلمه في المكان والمكان بيدربك. طيب انا الفتره دي المفروض اعمل ايه؟ بصوا، انا لما دخلت قسم كيمياء سبيشال، انا كان ترتيبي على القسم 19، وكان الفرق بيني وما بين العشر الاوائل زي فرق السماء والارض يعني. واولا انا ماليش دعوه بالجي بي ات بتاعتكم في سنه اولى وثانيه، لان انا اصلا سامع ارقام ملهاش وصف. يعني في ناس فوق الاربعه. احنا على ايامنا احنا اللي كان بيجيب فوق الثلاثه ده كان بيتسمى جينيوس الدفعه. عشان احنا امتحاناتنا كانت مقالي كتابه، احنا كنا بنكتب بس، ما كانش في عندنا فكره الام سي كيو دي. كان عندنا اساتذه ودكاتره يعني ربنا يطول في عمرهم، كانت امتحاناتهم فعلا كانت اسمها امتحانات. فكان انا مثلا كان الجي بي اي بتاعي في سنه اولى مش متذكر، ولا من حوالي 2.8 تقريبا. كان الأول عندنا في القسم اللي هو داخل سنة تانية كان داخل القسم ب3.5. فأنا كان الفرق بيني وما بين العشر الأوائل كان كبير جدا، كان حوالي واحد كامل جي بي إيه. أنا كنت حاطط هدف معين في دماغي أول ما دخلت. كان الهدف اللي كان في دماغي هو إيه؟ إن أنا أتخرج من القسم ده بتقدير امتياز. أنا مش عايز أتعين، تمام؟ أنا ما كنتش داخل إن أنا أتعين، أنا كان داخل إن أنا عايز أتخرج بتقدير امتياز لسبب معين بس. إن أنا في سنة تانية قعدت مع حد كان من الخريجين، وهو قال لي كده، قال لي تخرج من قسم كيمياء منفرد بتقدير كويس هتقدر تشتغل في اي مكان وانت حاطط رجل على رجل. هتتخرج بتقدير ملوش لازمه، والكلام ده يطبق على كل الاقسام. هتقعد تلف حوالين نفسك كتير، في الاخر هتنزل تشتغل ميديكال ريب. مش معنى برضه كده ان انا بقلل من شغلانه الميديكال ريب خالص. شغلانه محترمه جدا وبتجيب فلوس، وبتنفع الولاد في بدايه حياتهم بعد ما يتخرجوا من الكليه. ان هي فلوسها كويسه جدا وهو يقدر يكون نفسه بيها بسهوله. وبالنسبه للبنات برضه هي فرصه كويسه ان هي تقعد تخبط فيها شويه لحد ما تلاقي فرصه شغل تكون كويسه مستقره. هي بس العيب الوحيد للميديكال ريب عدم الاستقرار. ان هم شركات الميديكال ريب او شغل الميديكال ريب بشكل عام هو شغل سيلز اكتر، بيعتمد على ارقام، ان انت بتبيع ادويه وبتجيب ارقام ومش عارف ايه وتحط لك تارجت. فلو انت مش محترف في حوار ان انت تتكلم مع حد وتقدر تعرف تقنعه بالدواء بتاعك القصص دي، الموضوع هيبقى فشل ذريع يعني. فهتضطر الشركه تمشيك، فهي ما فيهاش استقرار بس. لكن هي كفلوس حلوه. في ناس فيها بتوصل لبوزيشن. بيوصلوا في هو صوت فصل صح؟ في حد لها في المايك. بيوصلوا لارقام ومرتبات كويسه جدا. بس هي الفكره كلها في ان انت بس تكون محترف في الحته دي. فانا بقى كان قدامي الاوبشن ده، ان انا يا اما اتارجت ان انا اجيب تقدير كويس في القسم، يا اما اقعد العب الاربع 3 سنين الفاضلين في الكليه واشتغل ميديكال، وابقى حياتي على كف عفريت. مش عارف انا هستقر ولا مش هستقر، هترقى في الميديكال وهبقى كويس ولا مش هترقى وهقعد ادور على شغل. او ان انا ادي دروس خصوصيه ثانويه عامه بقى واعدادي وابتدائي وكده واشتغل مدرس. انا كل ده بتكلم لو انت ما جبتش تقدير في الكليه. طيب، في القسم يعني. طب انا بقى ازاي اجيب تقدير في القسم او انا عملت ايه؟ هو اولا والله العظيم مش عشان انا خريج القسم ده بس، والله العظيم قسم كيمياء منفرد دكاترته لو هم بيقسوا على الطلبه شويه، بيقسوا ده مش معنى ان هم صعبين في التعامل او امتحاناتهم صعبه. بيقسوا ده ان هم ممكن يكونوا بيبقى عايزينه يبقى شديد شويه او يتحمل المسؤوليه، عشان هو عايز يطلع من ايده واحد فاهم كيمياء. انت خريج كيمياء منفرد، انت صوره الكليه اللي انت خارج منها او القسم اللي انت خارج منه. انت خارج من قسم المفروض انت دارس فيه كل حاجه لها علاقه بالكيمياء. ما ينفعش تقعد في انترفيو او تخش امتحان كيمياء وما تعرفش تجاوب في حاجه. انت صوره للمكان اللي انت خارج منه. بس ده مش معناه ان هم تعاملهم صعب او المواد صعبه او الدنيا صعبه جوه.
انا قلت لكم انا داخل القسم وانا 19 على الدفعه، انا متخرج القسم وانا مترتب من الاوائل بتاع القسم، وتعينت الحمد لله معيد في الجامعه. الموضوع ما كانش بالصعوبه اللي الناس متخيلاها. ان انت تجيب تقدير في القسم او ان انت تجيب تقدير عامه في الكليه مش بالصعوبه اللي انت متخيلها. هي كل الفكره ان هي عايزه تنظيم وقت بس مش اكتر، وان انت تعرف تتعامل مع كل دكتور بالطريقه اللي الدكتور بيتعامل بيها. بمعنى ايه؟ انا وهو دكتور، انا مش طالب منك غير حاجتين: الالتزام، وان انت المحاضره بتاعتي تذاكرها اول باول ما تراكمش حاجه عليك. مش هتلاقي مني حاجه غير ان انا بحط لك امتحان انت اكيد هتعرف تحله. يوم ما هيبقى عندك مشكله في الامتحان مش تبقى مشكله لوحدك، هتبقى مشكله عامه بسبب ان في حاجه غلط في الامتحان او في حاجه ما اتشرحتش واتحطت في الامتحان. فساعتها انت هيبقى ليك حق ان انت تتكلم. لكن مش تقدر تيجي تكلمني مثلا وانت ما ذاكرتش او ما تعرفش ايه الماده وجاي تقول لي الامتحان كان صعب. انتوا اتعاملتوا مع دكاتره كتير اكيد في سنه اولى، في منهم الكويس في منهم الوحش من وجهه نظركم طبعا. وانا برضو لما كنت في سنكم كنت بصنف نفس التصنيف الوحش والكويس من وجهه نظري. هل ده معناه ان كل دكاتره علوم بنفس الطبيعه، ان هم كلهم صعبين، ان موادهم رخمه، ان كل ده؟ لا طبعا. هي كل الفكره بس ان كل دكتور بيتعامل بالطريقه ان هو عايز يخلي الطالب اللي قدامه ده ملتزم. ممكن الطريقه تكون صح وممكن الطريقه تكون غلط، بس اللي انا عايز اقوله لكم والله ان الاستاف اللي موجود في الوقت الحالي اللي بينزل يدرس ده من اطيب الناس اللي ممكن تتعاملوا معاهم. يعني اساتذه الكبار ربنا يطول في عمرهم ويزيد في عمرهم، هم كانوا شداد علينا جدا في التعامل. الشداد ده مش معناه ان هم كانوا امتحاناتهم صعبه بس، لا هم كانوا شداد حتى في التعامل عشان هم كانوا اتربوا على بالطريقه دي، اتربوا على ان هم لازم يعلم الشخص بالطريقه الصح جدا. في ناس كانت بتعرف تتقبل ده وبيعرفوا يتعاملوا معاه، وفي ناس ما كانتش بتعرف. مش معنى كده ان هم غلط، لا ده هم اساتذتنا وفوق راسنا. بس هي الفكره في طريقه التعامل دي، في ناس بتستحملها وناس ما بتستحملهاش. احنا كنا بنستحملها عادي جدا. هي الفكره كلها ان انت بس تعرف ت- تلم دنيتك بدري بدري. قسم تيم منفرد دفعتي انا مثلا كانت 60 طالب، احنا 40 واحد مننا نتخرج من القسم بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف، والباقي بتقدير جيد جدا، اقل حد جايب جيد. مفيش عندنا كان في القسم مقبول. ده مش معناه ان احنا دفعه دحيحه بقى وكلنا كنا بناكل الكتب، لا. هي الفكره كلها ان احنا كنا بنراعي ربنا في بعض. بمعنى عمر عنده معلومه ذاكرها وعارفها، ايه المشكله ان هو يشاركها مع زمايله؟ يعني خيركم من تعلم وعلم. مش ان انت تاخد الكلمه معلومه وتخبيها وشغل البكاسه ده زي ما انتم بتقولوا، ان ناخد المعلومه اخبيها واقول ان انا مش عارف وما ذاكرتش وما عملتش. لا، هو الموضوع في الاول والاخر هو مش تنافس قد ما انت بتشارك. ما انت ما حدش هياخد حاجه مش مكتوبه له. يعني احنا الاوائل العشر الاوائل احنا كنا بنذاكر لبعض، اصل ما حدش هياخد رزق حد. انت مش تاخد رزق حد، هو ده مكتوب له ان هو يتعين، ده مش مكتوب له ان هو يتعين. خلاص هو منطلق او مفهوم معروف والموضوع منتهي. بلاش ان احنا نقعد ناكل في بعض عشان لا انا مش عايز يبقى احسن مني في الاخر. كلنا كل واحد اتكتب له طريق في مكان، والمكان ده اللي هو راحه هو بقى احسن من اي حد غيره. فمش معنى كده يعني انا كتب لي مثلا ان انا اتعينت في الكليه، في غيري كتب له ان هو اشتغل في مكان تاني، هو في المكان التاني ده هو احسن مني فيه. انا واحد من الناس اشتغلت دكتور في الجامعه اهو، ونزلت اشتغلت ميديكال، ونزلت اشتغلت في مصانع، ولفيت لفه حلوه. انا ما استريحتش غير في الشغلانه اللي انا فيها. لما عينت في الكليه وجربت شغل الجامعه، لا انا شغل الجامعه بالنسبه لي اريح. ليه شغل الجامعه بالنسبه لي اريح؟ عشان شغل الجامعه كان بالنسبه لي مثلا انا مش ملزم بوقت، انا وقتي ملكي. انا بحب شغل الريسيرش، بحب شغل الابحاث، بحب القرايه، بحب التجارب. في غيري لا، بيحب الشغل الروتيني شويه، ان هو يبقى ليه ميعاد رايح وجاي، مرتب ثابت بياخده، عنده وقت فاضي ان هو يشتغل حاجه بالليل تاني. فكان بالنسبه له الموضوع بيبقى اريح. فهي كل واحد مكتوب له الحاجه اللي هيمشي عليها. عشان كده انا بقول لكم من البدايه، خلوا تارجتك من اول انت عايز ايه.
انت عايز شغل ريسيرش وشغل بحثي وان انت تبدا في المجال الاكاديمي وكده، يبقى ركز ان انت تتخرج من الكليه دي بتقدير. تتخرج من الكليه دي بتقدير ازاي؟ والكلام ده برضو مش اللي عايز يتعين برضو اكاديمي بس، اللي عايز يشتغل حتى بره. انت بره لما بتطلع تقدم واحد مقدم سي في خريج كيمياء منفرد تقديره امتياز، واحد كيمياء منفرد تقديره جيد، هو هياخد الامتياز وش من غير ما يفكر. الراجل ده تعب طول ال3 سنين او ال4 سنين بتوع الكليه، بيذاكر وبيجتهد عشان يوصل للتقدير ده. التاني ده ممكن يكون كان بيذاكر قبل الامتحان بيوم ولا يومين وجاب التقدير ده. هو بيبص لها كده، ما بيبصلهاش اي بصه تانية. طب انا هذاكر ازاي عشان اوصل للحركه دي؟ انا واحد من الناس كنت بعمل ايه، انا باخد المحاضره اروح اذاكرها، كل يوم بالمحاضره بمحاضرتها، بقراها قرايه جورنال اول ما بروح، قرايه عاديه جدا عشان بس افتكر الكلام اللي حصل طول اليوم من الدكتور او الكام محاضره اللي عندي، بقراهم قرايه عاديه جدا. وباجي في اخر الاسبوع يوم الخميس، بقعد خميس وجمعه على المحاضرات كلها بقى بفتحها، وبفتح اللي انا كتبته وراه في المحاضره، وبقعد اقرا اللي انا كتبته وراه، وبفتح البرزنتيشن اللي هو شرح منها، وهكذا. اجمع كل شغل الاسبوع في يوم الخميس والجمعه. هيطلع حد يقول لي يا دكتور احنا ما بنلحقش بسبب الشتات اللي بتبقى علينا ورا بعض ورا بعض ورا بعض. الشتات دي والله هي مفيده اكتر ما هي مضره. بمعنى، يعني انت مثلا العملي، انت بتاخد سكشنين بعد كده تبدا تمتحن شيت، سكشنين وتمتحن شيت. احنا لو سيبناك مع نفسك وما امتحنلكش الشيت ده، انت هتراكم كل ده عليك. احنا بنعمل ده عشان انت ما تراكمش ده عليك. انت هتحس ان الموضوع سهل. يعني انتوا في سنه اولى مثلا شغل الاسيدك والبيزك، لو انت ما كانش عندك شيت بعد الاسيدك، انت ما كنتش اصلا فكرت ان انت تحفظ الاسيدك ولا ذاكرتها ولا كنت فتحتها. كنت هتسيبها كده تتراكم عليك هي والبيزك اللي هي كانت اصعب منها اصلا، وتيجي في امتحان الفاينل تلبس، فتلاقي نفسك في الاخر بدل ما انت كنت جايب فوق ال 20 من 30، هتلاقي نفسك جايب 10 من 30. فهي مش مضرة، هي بس ضغط زيادة شوية عليك لأن أنت بتبقى مضغوط من كذا امتحان في كذا مادة. بس هي ده بيجبرك إن أنت تذاكر المواد أول بأول. انت لو انت ذاكرت اول باول هتلاقي نفسك قبل الشيت ده انت الموضوع بالنسبه لك انت بتلم بس الكلام، بتعمل ريفيجن عليه. وده اللي انا كنت بعمله. انا باخد النهارده مثلا محاضره من استاذي الدكتور اسماعيل عبد الشافي، باخد منه المحاضره اروح اذاكرها، اكتب اللي هو كان بيقوله، الدنيا تمام، اروح مع نفسي اكمل بقيه المحاضرات التانيه لحد لما اخلصها. وبعد كده ابدا بقى يوم الخميس والجمعه اراجع تاني المحاضرات اللي انا خدتها طول الاسبوع. وكنت اوقات بعمل حاجه كده، ان هو مثلا كل اسبوعين ثلاثه اروح مراجع المنهج كله من اوله لاخره لحد ما انا وقفت، يعني من اول محاضره لحد ما انا وقفت. لو انا عندي وقت، كنت مثلا عندي 7 مواد، ممكن اعمل الحركه دي مع 3 مواد يوم الخميس، 3 مواد يوم الجمعه، فانا كده لميت، او 4 مواد يوم الجمعه، فانا كده لميت ال7 مواد كلهم من البدايه لحد الاخر. جالي ميد ترم مفاجئ، جالي كويز مفاجئ، انا ما عنديش مشكله، انا كده كده الدنيا بالنسبه لي سيف وانا في السيف سايد، هقدر ان انا اتعامل. مش هقعد اقول لك برضو ان الدنيا باربي والدنيا سهله والمذاكره سهله والقصص دي. انا حرفيا والله بدون مجازفه، انا ودفعتي مش انا لوحدي، احنا كنا قبل الامتحان بيوم اغلبنا كان بيطبق لحد يوم الامتحان، رغم ان احنا اغلبنا كان بيبقى لم الماده، يعني بنبقى لامين الماده. كان كمان امتحان الفاينل بنبقى لامين الماده طول الترم. بس بنيجي يوم الامتحان او ليله الامتحان دي بنفضل مطبقين مع بعض على الجروب بتاع الدفعه لحد قبل الامتحان بساعه او ساعتين. كل واحد بقى ينزل ياخد مواصلاته عشان يروح الجامعه، نبعت لبعض أسئلة نجاوب عليها. هي الفكرة كلها يا جماعة مش في إن أنت تخش قسم إيه عشان تجيب تقدير. أنت مش تقدر تجيب تقدير بطولك. التعاون في أي مكان هو اللي بيرفع الدنيا كلها. عندك معلومة ما تبخلهاش على حد، بخل المعلومة ده دي مش شطارة منك، دي خيابة. أنت كده واحد أناني أصلا أولا. ثانيا، أنت كده واحد هتخلي فيما بعد غيرك لو عنده معلومة مش هيديها لك، هيستخسرها فيك أصلا. التعاون في أي حاجة بتنجح الحاجة دي. انتوا هتسمعوا عن مادة اسمها الكوانتم، هتاخدوها، هتاخدوها في تانية وهتاخدوها في تالتة، وهيبقى لكم صولات وجولات فيها. المادة دي يعتبر مش من المواد الصعبة، هي من المواد اللي مذاكرتها هتاخد منك مجهود شوية. وهي بتفرق برضو حسب الدكتور اللي نازل المادة، هو تقريبا كل ترم بيتغير دكتور. تمام.
كل دكاتره الماده دول كويسين، بس هي تفرق في طريقه التعامل بس مش اكتر. هي الفكره بقى، المفروض الماده دي بالذات اللي عنده معلومه ما يدخلهاش على التاني. يعني انت فهمت حاجه من المحاضره وزميلك مش فاهمها، تبادلوا فيها. الماده هي فهم اكتر بكتير من اللي هي حفظ. وان جنرال بقى، اللي هيخش كيمياء منفرد او ياخد اي تخصص في كيمياء ويتعامل مع الكيمياء اللي هي ماده حفظ، هيلبس في حيط وش. الكلام ده من بدايه من سنه تانية. ماده الكيمياء مش ماده حفظ، وبالذات الاورجانيك اللي الناس كلها بتحفظها. انت هتاخد رياكشن ميكانيزم كتير جدا في الاورجانيك. لو اتعلمت ان انت تحفظها، اعرف ان انت هتشيل الماده دي من وانت مغمض عينك. الميكانيزمات اللي هي اعتقد من ذاكرتي يعني الاس 1 والاس 2 والان 1 والان 2، دول اشهر ميكانيزمات انت تسمعوا عنها. هي حاجات كلها فهم. انت لو انت فهمت الحاجه صح، لو جالك اي معادله هتعرف تعملها. والله العظيم يا جماعه، من غير يعني بغض النظر عن الحلفان يعني، الكيمياء لو انت فهمتها مش هتحتاج ان انت تذاكرها اصلا. هي كل اللي في الكيمياء ان انت تفهم هو عايز ايه. هو ده الرياكشن ده المفروض لما احطه على ده هيطلع ايه. انتوا هتلاقوا الناس اللي اكبر منكم عمالين ينزلوا صور جرافات كده كتير، ومركب مش عارف مين طالع منين، خريطة كده بيقعدوا يخضوا بيها الناس. الخريطة دي لو انت فاهم كيمياء، والله ما هتاخد منك 10 دقايق ربع ساعة تكون حللها كلها. دي مش افوره، دي حاجه حقيقيه. انت لو اتعاملت بالكيمياء اللي هي ماده فهم، يبقى انت فشلت في ده، فشلت في ان انت تذاكر الماده دي. طيب ما وصلش نفسي ده ازاي؟ حاجه انا مش فاهمها، حلو، ومش فاهمها من الدكتور الفلاني، اروح احضر مع دكتور تاني. ما استناش نفسي اسيب نفسي لاخر الترم وبعد كده اجي اقول انا مش فاهم او انا الماده بتضيع مني. انا مش فاهم من عمر، اروح لاحمد، اروح لابراهيم، اروح لمحمد. انتوا في سنه تانية، في مواد مشتركه بينكم كتير وبين مزدوج. المواد المشتركه دي اللي هي المواد الكتير يعني المهمه او المين او الميجور في التخصص عندكم في كيمياء منفرد. وبالنسبه برضه للمزدوج هو كده كده بياخدها. المواد دي هيبقى نازلها كذا دكتور. مش فاهم من سين روح لصاد، مش فاهم من ده روح لغيره، روح لغيره لحد لما تفهم الحته دي. مش فاهم من الجميع. قسم الكيمياء اكبر قسم فيه ستاف هيئه دكاتره وهيئه معاونه موجود. خش على روح لاي حد قول له يا دكتور انا مش فاهم دي، لو سمحت اشرحها لي. لو هو مش في تخصصه هيبعتك لحد في تخصصه، وهيقول له خليه يذاكرها لك. مش هتلاقي حد ما بيساعدكش. مش هقول لك ان كل الدكاتره زي الفل وان احنا، لا، هقول لك كلمه واحده. احنا مش هدفنا والله العظيم، وانا بتكلم عن نفسي وعن اغلب زمايلي يمكن كلهم، احنا مش هدفنا ان انا ابقى متحكم فيك ان انت طالب وانا دكتور والقصص دي. انا كل اللي انا درست لهم، وفي ناس كتير منكم ممكن يكونوا سالوا عني، انا كل اللي انا درست لهم انا بتعامل معاهم من هم خاطر صغيرين. اروح لهم مناسباتهم وافراحهم قبل ما ببقى معاهم في الكليه. هم في الاول والاخر اخوات، واحنا اخوات، وانا بتشرف بيهم في اي مكان، ان دول مش تلاميذي او طلاب عندي، لا دول اخواتي ان انا بتشرف بيهم في اي مكان. فيوم لما اخويا يجي يطلب مني حاجه مش فاهمها، حاجه اقول له لا انا ماليش دعوه، اروح لاستاذ مادتك، مستحيل. وهتلاقي ده موجود مع اغلب دكاتره القسم. احنا هدفنا ان انتوا تبقوا كويسين، انتوا واجهه الكليه. لما يتقال ده خريج علوم القاهره، بصوا هو فاهم ازاي، احسن ما يتقال ده خريج علوم القاهره بصوا ده مش فاهم ازاي، ده حسبي الله ونعم الوكيل في الدكاتره اللي درسوا له. فانت مش فاهم مش فاهم حاجه في اي ماده في الكيمياء، ما تستناش على نفسك لحظه ان انت تقعد تضيع تراكم الحاجه عليك. لا، في نفس اليوم يا باشا روح شوف لك دكتور تاني تحضر معاه. مش فاهم بالدكتور التاني، هات اللي انت مش فاهمه وتعالى لاي دكتور في الكيمياء يشرحه لك. لو تخصصه هيقعد يشرحه لك باستفاضه زي ما هو عايز، مش تخصصه هيبعتك لحد في تخصصه عشان يكون فاهم فيه اكتر عشان ما يسوحكش. في نماذج في القسم عندنا معروفه بالاسم، لو انت رحت لها عمرها ما هتتاخر عليك في اي حاجه ولا اي سؤال، وهيشرح لك اي حاجه. فما تقلقش من حته ان انت تخش مكان او تخش قسم
لان انت كده كده في الاول والاخر انت داخل مكان هم عمرهم ما هيسيبوك فيه. انت خلاص دخلت قسم كيمياء، اذا كان كيمياء منفرد او اي قسم من اقسام الكيمياء، فانت خلاص يعني بقيت ابن من ابناء القسم زي ما بيقولوا. فهو عمره ما هيضرك، هو عايز يفيدك بس يفيدك بالافاده الصح. يعني انا كنت نازل كورس مع زمايلكم في سنه رابعه السنه دي. انا قلت لهم جمله في الاخر في اخر الترم، قلت لهم انا مش فارق معايا انت تجيب كام، تجيب كام دي بتاعتك انت، دي حاجه انت هتقعد تفتخر بيها قدام اهلك، انا جبت جيد، انا جبت امتياز، انا جبت جيد جدا، دي حاجه انت مع نفسك فيها. ودي في الاخر بتبقى صوره للي انت عملته في الماده، ذاكرت ولا ما ذاكرتش. انا اللي يهمني ان انت بعد لما تخلص معايا الكورس تقول ربنا يكرمه دكتور عمر علمني حاجه وانا فعلا استفدت من الكورس ده، استفدت ان انا اتعلمت حاجه جديده. فما يهمنيش انت جبت ايه. عشان كده انا ما يهمنيش الامتحان يكون صعب واقعد بقى اصعبه واجيب امتحان ما حدش يعرف يحطه ولا حد يعرف يحله، عشان الطلبه تقعد في قسم تقول ياه ده ربنا ينتقم منه، ده كان جايب امتحان ما يعلم بالله ربنا، واتشهر بقى في وسط زمايلي ان انا دكتور بجيب امتحانات صعبه. لا، هو دي مش شطاره. هي الشطاره ان انت تحبب الناس فيك وتحببهم في مادتك عشان هو يبقى فاهم الماده، عشان هو يحب الماده، عشان هو يخلي عنده ان الماده دي من المواد السهله اللي هي مش شايل همها فيما معناه. مش شايل همها عشان انا فاهمها، حاسس ان الماده حاجه بالنسبه لي الدكتور مسهلها عليا، فانا مش هاخد وقت كتير جدا ان انا اذاكرها، لان انا بطلع من المحاضره انا فاهم كل حاجه في الماده. وانا بقعد اقول لهم كده اللي مش فاهم مني حاجه انا ما عنديش اي مشكله ان هو يروح يدي اي دكتور تاني يساله. تعالى نقعد مع بعض مره واثنين وثلاثه ما فهمتش روح لاي دكتور تاني في التخصص واساله، يمكن هو يقدر يوصل لك المعلومه بطريقه تانيه عادي جدا. احنا في الاول والاخر انا قلت لكم احنا في الاول والاخر اخوات، وانا يهمني ان اخواتي في الاول والاخر يستفيدوا من الموضوع ده. مش عشان انا عمر وانا مثالي، انا بقول لكم ده حال اغلب دكاتره قسم الكيمياء. في دكاتره تانيه ممكن ما يكونش ده اسلوبهم، بس انا بتكلم على الغالبيه العظمى اللي انا اتعاملت معاهم واللي انا اعرفهم، وفي منهم كتير ناس دفعتي. فملخص الكلام يعني اختيار ربنا هو احسن اختيار في الدنيا كلها، وعمر ما هيجي اختيار تاني غيره. انت اعمل اللي عليك بس قدام ربنا وخلاص. اللي حاطط في دماغه ان هو يخش قسم كيمياء منفرد، جو هيد وابدا وخد البروسيس وابدا اكتبه في التنسيق بتاعك الداخلي وخش. اللي حاطط قسم كيمياء جيولوجيا برضو كذلك خشه وابدا اكتبه جوه. طالما ربنا اختار لك المكان ده يبقى هو عارف ان انت قده. انا قلت لكم في بدايه كلامي معاكم النهارده، قلت لكم انا اصلا ما كنتش في دماغي ان انا اخش كيمياء منفرد، انا زمايلي هم اللي دخلوني اصلا عافيه زي ما بيقولوا يعني. ولقيت نفسي وداخل وسط حفله القسم الكليه، لاني مفروض على ايامنا احنا، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل دلوقتي على ايامكم، على ايامنا احنا كان الطب بتوع الكليه بيبقوا كيمياء حيوي وكيمياء سبيشال كتقديرات، كان بياخدوا اعلى 60 واحد هنا واعلى 60 واحد هنا. دلوقتي اللي انا اعرفه ان هو حسب الاختيارات، يعني انت مثلا اخترت ان انت تختار كيمياء منفرد فبيختاروا اول 60 واحد مختارين فده خلاص بقى كيمياء منفرد. احنا كان علينا بياخدوا اعلى 60 هنا واعلى 60 هنا، فانا داخل في مكان اصلا انا بنافس ناس يعني توب. وانا اصلا على ان انا كنت فيه انا ما كنتش حابب الكيمياء اصلا، انا كنت كارهها من ثانويه عامه وكارهها في الكليه في سنه اولى. بس في الاخر طلع اختيار ربنا صح، ان ربنا اختار لي الطريق الصح. ليه بقى؟ انا واحد اصلا ما بحبش الحفظ، انا بكره حاجه اسمها حفظ. وانا كنت داخل قسم كيمياء جيولوجيا. الجيولوجيا هي اصلا ماده الحفظ من وجهه نظري. هي كلها صخور، يعني اللي فيكم خد كيمياء جيولوجيا اللي خد جيولوجيا في سنه اولى، جيولوجيا واحد جيولوجيا اتنين، كلها صخور وبتحفظ اسماء صخور وشكل كريستال وحاجات كده كتير. انا كنت فاشل ذريع فيها، بس انا كنت عايز اخشها عشان مجال شغلها كتير تفتح لي مجال الجيولوجيا والبترول والقصص دي. بس بعد كده لما لقيت ربنا اختار لي قسم كيمياء كان اختيار ربنا ليا احسن. كان لان انا دخلت المكان اللي انا عرفت اعمل فيه حاجه فعلا. انا بقيت بذاكر الكيمياء من منطلق ان انا عايز افهمها مش ان انا عايز احفظها. فلقيت نفسي عمال بعدي فيها وبعدي فيها التقديرات. يعني الحمد لله الحمد لله دي نعمه من ربنا عليا.
انا في ال3 سنين بتوع كيمياء من ساعه ما دخلت كيمياء منفرد، بغض النظر عن سنه اولى، يعني سنه اولى الحمد لله برضو كنت جايب في مواد كتير جايب امتياز. بس انا قصدي خلينا في مواد التخصص اللي هي بتاع كيمياء منفرد. في كيمياء منفرد ال3 سنين كل المواد الحمد لله كنت جايب فيها امتياز. هي ماده واحده وبدون ذكر اسمها عشان الناس ما تخافش منها، بس هي خلاص يعني الدكتور اللي كان بينزلها توفى الله ربنا يرحمه، هي دي الوحيده اللي انا جبت فيها جيد جدا. لكن كل المواد التانية جبت فيها امتياز. فالموضوع مش سهل، هو الموضوع عايز منك مجهود شويه. مجهود شويه ده مش اللي انت هتقعد قايم نايم على الكتاب. انا على فكره كنت شاب عادي بنزل اخرج مع اصحابي، بنخرج وبنقعد على القهوه، بننزل نلعب كوره، بنروح نلعب بلاي ستيشن. كان عندي وقت الرفاهيه ان انا اعمل كل حاجه. ماشي اتفضلي يا رو. اللي رفع عليها تسال. رورو صح؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا رو. معلش يا دكتور، كنت عايزة أسأل حضرتك. هو يعني أنا لسه هدخل سنة أولى إن شاء الله، فكنت عايزة أسأل حضرتك، هو في قنوات يوتيوب تشرح لنا الكيمياء وكده وهل في كمان كتب بنذاكر منها، ولا هي مجرد بس ملخصات الدكاترة وكده اللي بنذاكر منها؟ يعني مفيش كتب أو كده بنذاكر منها زي ثانوي يعني؟ ماشي. بصي، انا هقول لك حاجه. انا عايزكم كل اللي موجودين هنا سنه اولى ينسوا كل اللي كانوا بيتعاملوا معانا في الثانويه العامه ده. يعني اسكيب بقى كل اللي حصل في الثانويه العامه ده والشغل اليوتيوب، وادفع بفودافون كاش عشان يفتح لك القناه والقصص دي. الكلام ده مش موجود وعمره ما هيكون موجود تاني. طب لا، لحظه ورد أنا بس يا احمد. هقول لك حاجه، استني خليني اكمل بس. ماشي، اتفضل استني اتفضل. ثانيه يا احمد وهخليك تتكلم. انا قصدي ايه؟ انا قصدي ان كده كده هو اولا شرح مواد الكيمياء والكلام ده لا، ده مش متاح عندنا على اليوتيوب. هو في هتلاقوا في كل ماده، يعني هتلاقوا في كده في لينك تليجرام الطلبه كانوا عاملينه ايام الكورونا. كنا احنا شارحين كل المحاضرات والمعامل، شارحينها فيديوهات وناس مرفوعه على لينك التليجرام. هو وانتوا طلبه يعني وانتوا في سنه اولى هتلاقوا الكلام ده. هو اللينك مش معايا طبعا عشان المفروض ان هو مع اللينك مع الطلبه لما الطلبه عاملينه. ف... فده هتلاقيه موجود. يعني هتلاقي كل ماده مشروحه كمحاضرات، محطوط لها اللينك بتاع الفيديو والدكتور بيشرحه لو هو معمل. لو هو محاضرة نظري هتلاقي الماتيريال نفسها نازلة. بس هي الفكرة إن الحاجات دي أوقات بتتغير، يعني هم أوقات بيغيروا التجارب أو بيغيروا النظري، أوقات بيتغير بتعدي في شوية تعديلات بسيطة. أنت مطالب منك إيه؟ أنت مطالب منك إن أنت تذاكر بس اللي الدكتور بيديهولك. الدكتور ممكن يشيل حاجات من الحاجات القديمة، ممكن يضيف حاجة جديدة. أنت مطالب مش بالملخص. هو الدكتور ما بيلخصش حاجة، هو بيديك برزنتيشن او PDF هو عامله للماده، هو ده اللي انت مطالب بيه بس. انت في اي حاجه في PDF ده انت مش فاهمها، من حقك ترجع للدكتور تساله فيها. في عندك مشكله معاه يعني الدكتور مش مفهمها لك مثلا، او الدكتور مش فاهم منه برضو حاجه، في كذا دكتور تاني في قسم الكيمياء من حقك تروح تساله عادي جدا. كده تمام؟ وضحت ولا انت عندك تسالي حاجه تاني؟ قولي. ومفيش كتب؟ بصي، هو في كتب حلو، بس انت لو خدت الكتب هتتوه فيها. فاحنا عشان كده لخصنا الكتب دي في PDF اللي ممكن تسهل عليك الدنيا شويه. هو كده كده في كتب موجوده، انت اعتقد ممكن تستلموها اصلا لما تيجوا تبداوا الترم. بس انتوا مش هتذاكروا منها يعني. ليه مش هتذاكروا منها؟ مش عشان الكتب رخمه، لا. هي الفكره كلها ان انت مش هتذاكر منها عشان انت هتحس ان انت مكتفي جدا باللي الدكتور بيقوله في المحاضره، لان هو مش هيسالك حاجه بره المحاضره يعني. عشان كده انا بدات كلامي معاكي قلت لك انسوا الثانويه العامه ليه. احنا مش هنعمل نفس فكره الثانويه العامه ان انا اقعد اشرح لك حاجات واقعد بقى افلم لك في اسئله MCQ خياليه من دماغي تكون لها علاقه بالفهم اكتر يعني النظام اللي انتوا كنتوا شغالين بيه في الثانويه العامه ده. لا، احنا الموضوع اسهل بكتير. هو الفكره كلها ان انت بس مطالب منك تذاكر اللي بيتقال لك بس، وخلاص. انت ملزم بالPDF او البرزنتيشن اللي الدكتور بيديها لك. انا عمري ما اسالك براها، لان انا بحط لك الامتحان اصلا منها. يعني انا مش هاجي اقول لك لا انا ما شرحتش دي بس هي في الكتاب فانت ملزم بالكتاب. لا، انا مش هقول لك كده. انت ملزم باللي انا بشرحه لك. عشان كده كل دكتور ملزم بالمحاضره بتاعته بس. تمام. قولي. معلش، آخر سؤال. هو لا لا. بالنسبة للدكاترة، هل يعني إحنا لينا دكاترة خاصة بينا، يعني هم اللي معاهم مثلا درجاتنا أو كده؟ فدول يعني اللي نعتمد على الشرح بتاعهم أكتر من غيرهم،
ولا لا يعني الكلية مليانة دكاترة مش مع دكتور، يعني مفيش دكتور معين هو اللي معاه الدرجات بتاعتي او كده، فهو ده مثلا اللي اشوف شرحه بس، او هو ده اللي اشوف البرزنتيشن بتاعه هو بس. واخر ماشي. سؤال تاني معلش، هل كل الدكاترة بيشرحوا يعني مثلا مادة الكيمياء مثلا بتاعت سنة اولى كلهم بيشرحوا بنفس يعني نفس الجزئية كلهم بيشرحوهم، ولا ممكن في دكاترة يلخصوا اكتر من التاني، او دكتور مثلا يزود لا حاجة تانية؟ فيعني هل هيبقى في مثلا مجال للتشتت او كده؟ تمام. شكرا. بص، خلينا نتكلم مثلا على مثال على ماده الكيمياء. انت ماده مم. الكيمياء عندك متقسمه عملي ونظري. 40 تمام. درجه 100، يعني 40 درجه و60 درجه. 60 درجه ده الامتحان الفاينل بتاعك اللي انت بتمتحنيه اخر السنه. ال 40 درجه التانيين هم 10 درجات 100 ترم، و30 درجه للماده العملي نفسها. يعني انت الكورس عندك متقسم جزئين، عملي ونظري. العملي ب 30 والنظري ب 60، وفي 10 درجات 100 ترم على النظري. يعني كده النظري توتال ب 70، 10 100 ترم و60 فاينل. تمام. طيب تمام. المعمل، لا انت المعمل ملزمه ان انت تحضري نفس المعمل بتاعك. يعني ما ينفعش تروحي تحضري في معمل غير معملك. ماشي. الا باذن الدكتور. يعني انت ممكن تستاذني الدكتور، تقول له دكتور طب انا ممكن احضر في الميعاد الفلاني، لو هو وافق ممكن ينقل ورقك واسمك هناك ودرجاتك يعني هناك، فتبداي تتعاملي معاهم هناك عادي. بس لازم يكون بمعرفه الدكتور. ليه؟ مش رخامه، او مش ان هو بيضيق عليكي، لا، عشان انت بس تبقى نازله عنده في الكشف باسمك. فهو لو مش ما بيلاقيكيش بتحضري، فهو هيقعد يغيبك، فانت كده بالنسبه له صفر من 30. وانت ممكن تكون بتحضري في مكان تاني اصلا وليكي درجات، فهو مش عارف. فلو انت مثلا هتحضري في مكان تاني، بتيجي تبلغي دكتور انا بحضر في المكان الفلاني مثلا عشان عندي تعارض مثلا في الجدول، او الميعاد مثلا في مشكله معايا، فهو ساعتها هيروح شاطب اسمك ومسجلك في المكان التاني. ده طبعا بيحصل طبقا لموافقه الدكتور. فانت في المعمل انت بس ملزمه بحضورك في المعمل اللي انت هتختاريه. حلو. طيب انت تمام. في المعمل، هل ده معناه ان انا خلاص لبست المعمل ده، فلبست الدكتور ده فهيقعد بقى يشرح لي وانا اصلا مش فاهم منه حاجه، فانا كده المعمل ده كده ضعت فيه؟ لا. انت في المعمل عندك استاف دكاتره كامل موجود. بمعنى المعمل بتاع سنه اولى بينزل فيه 3 معيدين. لو انت مش تمام. فاهمه من الاولاني، الثاني هيفهمك. انت مش فاهمه من الثاني، الثالث هيفهمك. لو انت مش فاهمه من الثلاثه، في فوقيهم بيكون في مدرس زيي، ببقى قاعد مشرف عليهم هم الثلاثه. مش فاهمه من حد منهم هم الثلاثه، بتجي لي بشرح لك انا. مش فاهمه مني، بيبقى في معانا مدرس تاني قاعد بيشرح لك برضه ان انت مش فاهماه. مش فاهمه من الاثنين مدرسين، من ال3 معيدين، عندك فوقيهم استاذ بيبقى موجود برضه في المعمل، ممكن تقعدي برضه تساليه لو انت مش فاهمه حاجه. فانت عندك في المعمل اوبشن كتير جدا تساليهم في اي حاجه انت مش فاهماها. ده في تمام. المعمل. هي الفكره بس في المعمل ايه؟ ان انت تختاري الميعاد اللي انت هتحضري فيه، فلازم تكوني ملتزمه بالميعاد. لكن حته الشرح والشغل والمتابعه، انت عندك كذا حد في المعمل ممكن يتابعك ويشتغل معاكي. ده بالنسبه للعملي. النظري بقى، النظري تمام. انت مش ملزمه تحضري في ميعاد معين. لو الدكتور بياخد غياب، هو بس ده الحل الوحيد اللي انت لازم تحضري له، عشان بس الغياب، عشان ما يمنعكيش من دخول امتحان الفاينل. وعلى فكره مش اغلب الدكاتره بتعمل كده، يعني في دكاتره كتير جدا ما بتاخدش غياب. يعني مثلا بتكلم عن نفسي، انا ما باخدش غياب في المحاضره. فانت عايزه تيجي تحضري لي اهلا وسهلا، مش عايزه تيجي تحضري لي برضو اهلا وسهلا عادي، مش هكلمك. انا مثلا دخلت شرح، حضرت عندي الشرح ومش فاهماه، في دكتور تاني انت عايزه تحضري معاه وبتحبي شرحه، خلاص روحي حضري معاه عادي. هو مش هيقول لك انت جايه تعملي ايه، انت مجموعتك مش هنا، لا، هو هيدخلك تحضري عادي وتحضري الشرح معاه. هو انا مش هاجي تمام. اقول لك حاجه، لان انا كده كده ما باخدش غياب. لكن لو انا باخد غياب، لا، تعالي احضري معايا مثلا، معلش اغسلي على نفسك واغسلي على نفسك ليمونه، واحضري معايا المحاضره كده، وما تركزيش طالما انت كده كده مش فاهمه. ولما تخلص محاضرتي روحي احضري في المحاضره الثانيه انت بتفهمي منها. فانت مش ملزمه مع دكتور معين ان انت تفضلي حاضره معاه طول السنه، لان هو مش في ايده درجات. يعني هو مش في ايده حاجه من 60. هو بس ايده انه في ايده حاجه الوحيده الغياب. ان هو لو انت غبتي 25% من المحاضرات، هو من حقه ان هو يقدم مذكره ان هو يمنعك من دخول الامتحان. ده في حاله ان الدكتور ده بياخد غياب. لكن في دكاتره كتير ما بتاخدش غياب اصلا. طب ونعرف منين ان هما بياخدوا غياب؟ هما بيقولوا؟ من اول محاضره، هو من اول محاضره هيبان. هو لو في مم. اول محاضره هتلاقيه بيقول لك الناس تلتزم عشان انا هاخد غياب، ويروح معدي ورقه كشف الغياب على في المحاضره، الناس تمضي قدام اسمها وخلاص. انت تبقى عارفه ان الدكتور ده هياخد غياب، فخلاص بعد كده هتيجي تحضري له وخلاص. ولو انت مش فاهمه منه، ابقى احضري للدكتور التاني.
تمام فاهمه؟ يعني اكنك بتحضري الكيمياء مرتين يعني. تمام. طب هو بقى بس السؤال التاني بتاعي بقى، لو انا يعني في لا، اما كل دكتورين. الدكاتره سمعتوا، استنى اقول اه. لك. بص، اتفضل. كلنا بنبقى ماشيين مع بعض في الاسبوع نفس الشرح يعني. عمر النهارده هيشرح المحاضره الاولانيه اللي هي عباره عن كذا. مم. محمد لازم يشرح نفس المحاضره الاولانيه اللي هي برضه عباره عن كذا. هتلاقينا كلنا ماشيين مع بعض بنفس الترتيب. كلنا في نفس الاسبوع تمام بيشرح نفس المحاضره، وكلنا بنشرح نفس الماتيريال. يعني نفس الكلام اللي بيتقال هنا بيتقال هنا، بس كل واحد بيشرحه بالطريقه بتاعته، بس تمام نفس ماشي. الكلام. ماشي، تمام اسال يا احمد طيب. شكرا. عفوا. لو سمحت يا دكتور، اتفضل يا احمد. دلوقتي مثلا انا ناوي ان شاء الله على قسم حاسب، فمواد التخصص اللي هي الجبر والميكانيكا والجافا والاحصاء تقريبا، صح؟ حلو. طب دلوقتي انا عايز اسالك سؤال يا دكتور، هي ايه الميكانيكا اللي هدرسها؟ بص، هو انا ما درستهاش حلو، بس يعني هي اللي انا عرفته من زمايلي اللي درسوها ان هي نفس او اغلب الميكانيكا اللي كانت بتاخدها ثانويه عامه، بس طبعا مضاف عليها حاجات شويه لطيفه يعني. بص، انا اه. هقول لك حاجه، هنصحك نصيحه امم اخ كبير. انت امم قسم كيمياء، انت تخصص رياضه صح؟ انا انت علم لسه رياضه. هتتخصص، انت لسه داخل سنه اولى يعني. اه. طيب، ما تسمعش اللي هيتقال لك. بمعنى ايه؟ بمعنى انت هتسمع كلام كتير جدا الفتره الجايه اول ما تيجي تسجل. دي امم الميكانيكا صعبه، ده انت هتشيل احصاء، ده انت هتشيل برمجه، ده انت مش عارف. هتسمع كده كلام هيقفلك من القسم. امم يعني اللي انا فاكره ان انت بتاخد جبر واحصاء، ماشي، دول اساسي، وفي الترم الثاني بتاخد تفاضل والتكامل وميكانيكا ومبادئ برمجه. تقريبا ده اللي انا فاكره. هتسمع كلام كتير كده من طلبه اللي هم اصلا علوم حاسب، من طلبه رياضه. دي الاحصاء صعبه، الجبر ده دكاتره بتشيل، لا مش عارف ايه. ما تسمعش اي حاجه. انت طالما متارجت حاجه معينه، ركز فيها تعرف تعدي فيها. هترمي ودانك للناس، مش هتعرف تجيب في الماده دي اي مجموعه. انا كان معايا التالت سنه اللي فاتت دي طالب يعني، كان زيك بالظبط كده، دخل سنه اولى وكان ناوي على علوم حاسب، وقعد بقى يسمع بقى، ده الجبر صعب، ده مش عارف الاحصاء صعبه، ده انت مش هتعرف تلمها بسهوله. شال المادتين. شال المادتين مش عشان المادتين كانوا صعبين، هو شالهم عشان هو وصل نفسه. بص، وصل نفسه الايحاء ان انا خلاص انا هشيلهم، ما الناس كلها بتقول ان المواد صعبه. طب انا هقول لك حاجه ابسط بكتير، والكلام ده لكل اللي داخلين سنه اولى. امم انتوا هتسمعوا ان الرياضه دي صعبه جدا. تفاضل امم رياضه واحد ورياضه اتنين هتسمعوا ان هي صعبه جدا وانت اول ما تاخدها، وبالذات الناس اللي هي علم علوم، هتلاقيهم عاملين عقده كده لنفسهم ان مش فاهمين حاجه والدنيا صعبه ليه. هم سمعوا من حد اصلا هو كانت عامل الرياضه عامله له مشكله، فخلاص هو بنى في دماغه ان الرياضه فيها مشكله، مع ان والله رياضه واحد ورياضه اتنين دي من اسهل المواد اللي انت ممكن تدرسها في حياتك. وبالنسبه لعلم الرياضه، هو مش هياخد حاجه جديده، هو نفس الكلام بتاع التاني اللي هو خده في ثانويه عامه، نفس الكلام بتاع التاني بالظبط تيبيكال. ايوه. وانا عايز اقول لك حاجه، العلم بالشيء، انا كنت علم رياضه. انا امم جايب في الرياضه واحد جايب 94، ورياضه اتنين جايب 98. 94 امم من 100، 98 من 100. ايوه. فهي المواد مش صعبه، هي المواد كلها او عموما ككليه علوم، الايحاء النفسي اللي انت بتعمله لنفسك من سمعك للكلام اللي حواليك هو اللي بيخليك مش عايز تخش المجال، يخليك تخاف من الماده، فتدي الماده حجم اكبر من حجمها. تلاقي نفسك يا اما جيت في تقدير وحش بالحروق، يا اما شلتها. فانت ما تسمعش لاي حد. انا واحد دفعتي دكتور اسمه محمود بيومي، انت هتشوفوه وش، ماشي، ده دفعتي، اسمه دكتور بيومي. ده خريج قسم رياضه بحته. احنا كنا بنسمع كلام كتير جدا عن الرياضه وعن الجبر وعن الاحصاء وعلى هو كان يقعد يقول لي بص، انا لو رميت دماغي للناس دي انا مش هخش المجال، مش هخش القسم اللي انا عايزه. وفعلا هو ما كان بيسمع من اليمين ويطلع من الشمال، اتخرج من القسم بتقدير تقريبا امتياز او جيد جدا مرتفع، وتعين دكتور فيها في القسم. فما ترميش ودانك لحد، انت هتسمع الفتره الجايه كلام كتير، وبالذات لما تبدا الدراسه هتلاقي زمايلك من الدفعه عمالين يقول لك ده احنا مش فاهمين حاجه، ده الماده صعبه، ده الدكتور رخم، دي الرياضه رخمه.
يا عم احنا ايه اللي دخلنا القسم ده؟ المواد دي ما كنا لما تيجي نغير وناخد فلك وجيولوجيا ولا فلك واي حاجه نجيب تقدير زي بقيه الناس. طالما انت متارجت حاجه ما تسمعش لاي حد. انا اول ما دخلت الكليه دي والله العظيم موقف عمري ما هنساه، وكل دفعه بتخش بحكوا لها. انا وانا مم. داخل الكليه دي وانا لسه طالب وداخل بالملف بتاعي، قابلت واحد كده كبير، يعني شاب كبير كده، قال لي ان هو طالب في كليه علوم وكده. قابلته عند شؤون الطلبه، فايه الدنيا؟ قال لي بص الكليه دي سهل تجيب امتياز صعب تجيب مقبول. الكلمه دي انت هتسمعها كتير جدا. و... وانت يا عم خش ما تقلقش، انت ليه زعلان؟ انا واحد كنت عايز اخش علوم حسابات ومعلومات، اصلا وقفت معايا على نص درجه. وليه تخش وليه ما تعملش وخش يا عم ودوس حياتك ومش الكليه سهله ومش الكليه سهله، وكانت الدنيا حلوه يعني. دخلت، اتخرجت من الكليه، وتعينت معيد في الجامعه. المفارقه بقى ان انا دخلت سيكشن لقيته لسه قاعد قدامي، قاعد قدامي بيدرس طالب. يعني هو بقاله في الكليه 10 سنين، 10 سنين بيدرس. ليه بقى؟ انا لما قعدت معاه اتكلمت معاه قلت له ده انت اللي خليتني دخلت الكليه اصلا. قال لي عشان انا ما كانتش الكليه كانتش في دماغي. انا كنت مثلا يجي عمر يقول لي ايه دي الماده دي صعبه، فخلاص بقى اكبر دماغي واقعد اقول خلاص مش فارقه انا كده كده هشيلها. انا ما بقتش اديها اهتمام فاروح شايلها. وفضل بقى على الحال ده لحد ما اتخرج من الكليه بمقبول. ما تسمعش لحد، ما تسمعش لحد غير حد يكون فعلا ثقه، وحد انت عارف ان هو ناجح في المكان اللي هو فيه. يعني عايز تسمع مم. لحد، اسمع لحد هو قسم علوم حاسب وفعلا هو ناجح في القسم ده. ما تسمعش لحد هو قسم علوم حاسب وهو فاشل في القسم اصلا. مم. عشان الفاشل ده هو مش عايزك تبقى احسن منه. انت ليه أيوة. انت اللي لسه جاي جديد تتفوق عليا في التقديرات وتبين لدكاتره القسم ان انا الحمار؟ لا، مم. انا عايز ابين لدكاتره القسم اللي انتوا اللي حمير، وهو اللي والطلبه هي اللي مش فاهمه. اسمع الواحد فعلا هو في القسم، واحد يكون من اوائل القسم او واحد يكون فعلا حابب القسم. انا دفعتي اللي خارجين علوم حاسب شغالين في جوجل ومايكروسوفت واقسم بالله وبياخدوا مرتبات انا في حياتي في الكليه ما هاخدها. مم. وفرص شغل القسم ده زيها زي علوم حاسب وزيها زي هندسه حاسب على فكره. دي هندسه أيوة. اتصالات، سوري. انتوا أيوة. كلكم بتتساووا. بس هي الفرق الوحيد، ودي المعلومه النصيحه اللي بقولها لاي حد داخل علوم حاسب، في الكورسات اللي هو بياخدها. انت الاربع سنين بتوع الكليه دول ما تقعدهمش تدرس في الكليه بس. ابدا خد كورسات بره، ابدا دور على كورسات تتعلمها. برمجه، مم. اي تي، ذكاء اصطناعي، اي اي. ابدا اتعلم كذا حاجه تانية. الكورسات دي هي اللي بتعلي السي في بتاعك لما بتيجي تطلع تتخرج بره. بياخدوك. يعني انا زمايلي شغالين في مايكروسوفت اغلبهم شغال شغالين من ايام ما كانوا طلبه في الكليه. يعني في واحد منهم هو شغال من هو سنه تانية في الكليه في مايكروسوفت. هو خد الكورسات اللي اهلته ان هو يقدر يشتغل. انا الصراحه ما اعرفش ايه هي الكورسات اللي هو خدها. بس انت اصلا وانت جوه القسم هتلاقي ناس كتير جدا بتتحرك في المجال ده، مين ياخد في كورس كذا كورس كذا. اجري معاهم. ما تقدرش تقول ايه لا انا عايز اركز في الكليه عشان اجيب تقدير امتياز واتخرج. حلو انت هتجيب تقدير امتياز وهتتخرج، بس هتشتغل ايه؟ البرمجه او علوم حاسب بشكل عام هو شغلها يعني عملي اكتر من هو نظري ودراسه. طول ما انت ايدك في المجال وبدات تتعلم وخدت كورسات كتير فيه، ده بيعلي السي في بتاعك. بيخليك لو انت بتقارن بواحد زي حسابات ومعلومات مش معاه كورسات، لا انت اللي الكفه بتاعتك بتكسب. فاهمني؟ أيوة. بس طب دلوقتي أنا عندي سؤال تاني. اسال. هو طب إحنا هندرس جافا اللي هي لغة برمجة أو حاجة لها علاقة بالبرمجة، اه ما انا قلت وأنا لك هحتاج طبعا لابتوب صح أو كمبيوتر عشان هتحتاج لابتوب. بس هو كده كده انت في معمل في الكليه اسمه معمل الحاسب انت تدرس فيه في البدايه يعني. بس انت هتحتاج لابتوب لنفسك بعد كده اصلا. هو عموما الكلام ده للجميع. اللي هيبقى عنده مقدره ان هو يجيب لابتوب الفتره الجايه يقدر يجيبه، لان انت هتحتاج ان انت تذاكر من عليه. ممكن تذاكر من التابلت اللي انتوا خدتوه في ثانويه عامه برضه، ممكن ده يساعدكم شويه في المذاكره. بس اه. انت كعلوم حاسب مع الوقت انت هتحتاجه. انت تخصصك اصلا علوم حاسب، محتاج حاسب. أيوة. أيوة. بس هو كده كده في معمل في الكليه، معمل الكمبيوتر ده ممكن هتبداوا تاخدوا فيه الاول لحد لما يعني تقدر تجيب اللابتوب ان شاء الله. ماشي ماشي. يعني أنا الأحسن لي أشتريه من دلوقتي ولا لما أخلص سنة أولى وأتأكد إني تخصصت حاسب؟ هو انت كده كده اللابتوب معاك مش هيخسر حاجه. يعني انت في اي قسم انت داخله انت هتحتاج اللابتوب. بتوع امم. قسم كيمياء بيحتاجوا اللابتوب، ما هو بيذاكر من عليه، بيعمل برزنتيشن من عليه.
بيعمل الاساينمنت كل حاجه بتعمل على اللابتوب. ماشي. فاللابتوب هو حاجه اساسيه، مش حاجه يعني رفاهيه، فاهم؟ ماشي حاضر. شكرا. العفو. هو انا مش عارف مين رفع ايده الاول، فممكن نورة محمود. بس أنا مساء النور يا نور. فكرة حضرتك، هو أنا كنت في ثانوية عامة، كنت بحب الكيمياء قوي ونفسي أخش علوم كيمياء، بس أختي بتخوفني وكده، يعني هي كانت كيمياء حيوان، هي أكبر مني. بتقولي مش زي ثانوية عامة وأكبر وفي حاجات كتيرة، وخشي كيمياء حيوان أفضل لذيذ وكده. هي خريج سنة كام يا نور؟ لا مش هي 2000، بقالها كتير، أكتر من 10 سنين أعتقد، حاجة كده. القاهرة يعني؟ كانت علوم القاهرة، كانت كيمياء حيوان. بص يا نور، هقول لك أنا حاجة. هو قسم كيمياء حيوان ده بيسموه قسم الدلع بتاع الكلية. امم. ماشي. دكاترة قسم حيوان بيقعدوا يطبطبوا على الطلبة قوي. هو أنا على فكرة الدكاترة أنا بحب قسم حيوان جدا. ماشي. امم. عشان كده أغلب الطلبة بتيجي على قسم كيمياء حيوان. هي الفكرة أنا زي ما قلت لكم في بداية كلامي، كيمياء حيوان، كيمياء فيزياء، كيمياء جيولوجيا، كيمياء أي قسم كيمياء، فرص الشغل كلها بتبقى واحدة. بس هي الفكرة في إن أنت لما بتبقى خريج قسم كيمياء منفرد، لما في اماكن معينه بتطلبه بالاسم، تطلب بالاسم انا عايز حد، عايز خريجين كيمياء منفرد. لما بتروح هي لو ايه انت بقى؟ عايز تشتغل زي ايه مثلا. اه. بص انا هتكلم عموما مش كبنات وولاد. عموما مثلا اه. انا اول ما اتخرجت من الكليه، يعني جالي اوفر في شركه بترول، جالي اوفر في شركه ادويه، جالي اوفر في مصنع اسمنت. ماشي. مم. وجالي الجامعه للاسف يعني. ماشي. ف انا ساعتها دوست فيهم وكنت جوه فيهم فعلا. كان اوفر شركه البترول واوفر الجامعه. اوفر شركه البترول كان بمرتب حلو جدا، ما كنتش احلم بيه في حياتي، بس انا اللي حمار وسبته ورحت خدت الجامعه. ف يعني وهم كانوا طالبين بالاسم كيمياء منفرد. بلس كمان ان اوقات بينزل اعلانات في دول عربيه بيبقوا عايزين كيميائيين في هناك، بيطلبوا تخصص كيمياء منفرد بس. يعني انا برضو ساعه لما اتخرجت كانت الامارات طالبه مدرسين كيمياء هناك، عندهم كانوا طالبين تخصص كيمياء منفرد بس. انا حوالي 20 واحد من دفعتي اصلا سافر الامارات ساعتها، هم لسه مقيمين مم. هناك. وانا اصلا ففرص يعني عايزه كيمياء، بس ان انا بحب حوار التدريس قوي، يعني من في دماغي ان انا ان شاء الله ابقى مدرسه او كده، مدرسه كيمياء. يبقى خليكي في الكيمياء بقى، خليكي في الكيمياء العادية أحسن، عشان على الأقل تكوني ملمة بكل حاجة يعني. يا إما هو بقى انا لو لو أنت هتعملي زي بتاع جيو ماجد ده اللي هو عمال يتنقل من تخصص لتخصص ده، الله اه يهديه. هو كان جاي فيزياء اصلا. إيه؟ هو كان جاي فيزياء، كان قسم جاي فيزياء. جيو فيزيكس. اه. طب يعني ده أصلا ولا ليه علاقة بالأحياء ولا درسها في حياته؟ هو بيقول يعني كليه علوم بتأهل ان انت تدرس اي حاجه، يعني هو ده كان كلامه. أيوه طبعا. طبعا أديكوا داخلين وهتشوفوا. طبعا. طب هو كيمياء حيوان يعني الاكتر فيها بيولوجي وكده اكتر من الكيمياء؟ لا، هو المواد بتبقى مقسومة بالنص. مم. يعني مثلا لو هتدرسي 30 مادة مثلا طول ال3 سنين بتبقى 15 و15. بس آه، طبعا هي برضو الكلام ده عام يعني. بصوا الكلام ده عام لكل الاقسام المزدوجه. الكيمياء اللي انتوا بتدرسوها كمزدوج هي ما تجيش صفر على الشمال من اللي بيدرس في كيمياء منفرد. ده الناس اللي هتدرس كيمياء هتخش كيمياء منفرد. يعني بتوع كيمياء منفرد هو بياخد مثلا مثال في ماده اسمها 332 دي، ماده ان اورجانيك كده بتتاخد في سنه ثالثه. بتاع كيمياء منفرد بياخد الكتاب كله، بتاع كيمياء مزدوج بياخد نص الكتاب بس. ده مش تقليل من بتاع كيمياء مزدوج ولا تفخيم على بتاع كيمياء سبيشال. لا، هو بس الفكره كلها ان هم بتوع مزدوج بيدوهم نص الكتاب عشان هم عندهم مواد تانية في تخصصات تانية، فمش عايزين يبقوا لود عليهم بزياده. لكن ايوه بتاع اه. كيمياء منفرد هو بيديله كل حاجه عشان ده المفروض يكون عارف كل حاجه، ما ينفعش ما مم. يكونش عارف كل حاجه. بس. طب يعني هو الكيمياء سبيشال كده، يعني مش هيبقى صعب زي ما هي بتقول؟ وانا قلت لك والله لو انت حابه الكيمياء وحابه ان انت تدرسيها ما تسمعيش لاختك، لا هي دوسي ما بتقولي غير تقلقيش. ثانوية عامة خالص. ما انا قلت لك هي اي حد، بصي اي حد جرب كيمياء مزدوج، اي قسم مزدوج عمره ما هيحب يخش كيمياء.
ليه عارفة. بقى؟ هقول لك انا سر من اسرار كيمياء منفرد كده، واكيد ممكن يكون في حد حاضر من كيمياء منفرد. بتوع كيمياء منفرد بيحبوا يفتخروا بنفسهم جدا. يعني انت هتحتكوا بده في سنه تانية او ثالثه، هتلاقي اي قاعده يقول لك انا بتاع كيمياء منفرد. انتوا بتاخدوا حاجه؟ ده انا باخد وباخد وباخد، ده انا طالع عيني، ده انا الدكاتره مكفريني في عيشتي، ده احنا بننام ونصحى على الكتاب. هو اصلا مفيش الكلام ده، بس هو لازم يقعد يفخم على نفسه. هم بتوع كيمياء فتلاقي كل الاقسام المزدوجه شايفين أيوة. قدامهم ضحايا موجوده، آه، شايفين مم. قدامهم ضحايا، طب ضحايا بالنسبة حرب. لو أنا قولي. أيوة لو أنا مثلا يعني اتجهت الكيمياء حيوان أو كيمياء حيوية أو كده. هو أنا كنت في ثانوية عامة وأنا كنت بحب الأحياء جدا، بس للأسف يعني ما كنتش بعرف أحل. يعني كنت بحبها قوي بس الأسئلة كانت بتبقى صعبة قوي عندنا. طب انا هقول لك فمش عارفة نصيحه هل حلوه. ده يعني. هقول لك هقول لك أيوة اتفضل. نصيحه حلوه. انت لو انت بتدوري مم. على حاجه تكون ماسكه العصايه من النص، خليكي في كيمياء حيوي، مم. ما تفكريش في اي حاجه غيرها. طيب هو مم. كيمياء حيوي. طيب هو إن شاء الله يعني لو حد بيفكر إن هو عايز يجيب درجات عالية ويتعين في الجامعة وكده، يعني يركز طول فترة الجامعة في دراسة الكلية وكده بس، وما ياخدش مثلا كورسات في حاجة أو ينمي نفسه عشان الشغل أو كده. بصي، ده سؤال حلو. ما أي اتفضل. تحطيش البيت كله في سبت واحد زي ما بيقولوا، مم. عشان ممكن كله يتكسر مره واحده، السبت يقع فيتكسر. بمعنى ايه؟ يعني انا قلت لكم في بدايه كلامي، انا ما كانش تارجتي ان انا اتعين في الكليه، انا كان تارجتي ان انا اجيب تقدير امتياز، اتخرج بتقدير امتياز. فكنت بذاكر على قد ما اقدر، ولما بيجي قدامي فرص تدريب في اي مكان كنت بروح وبدوس، ما بقولش لا، لان دي حاجه بتتحط في السي في فبتعليه، عشان لما اتخرج من الكليه اجي اقول ايه، انا تقدير امتياز ومعايا تدريبات في كذا وكذا 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 وكذا. انت كده كده في سنه ثالثه الكليه هتنزلك تدريبات، حاول على قد ما تقدر في الفتره دي بتاعت سنه ثالثه تنزل اماكن تدريب كتير، ما تروحش كده كده الكليه تقريبا بتبقى عايزه شهاده ان انت اتدربت 6 اسابيع او 4 اسابيع حاجه زي كده. انت لو تقدر ان انت تنزل تتدرب طول الاجازه في اماكن كتير، كل ده بيعلي السي في بتاعك وبيديك خبره وبيعرفك على ناس اصلا. الناس دي ممكن بعد ما انت تتخرج تروح تقدم لهم السيفات يبداوا ياخدوك معاهم. فما تحكميش نفسك في الدراسه بس لسبب معين. الكليه او الجامعه بشكل عام هي سلاح ذو حدين. بمعنى ايه؟ يعني انت ممكن تفضلي تركزي ان انت تتعيني وتجيبي تقدير، بس الكليه في السنه بتاعتك ما تبقاش عايزه حد، او ما تبقاش مثلا عايزه غير واحد بس، وانت تبقي التانية على الدفعه مثلا. فيبقى انت زي الراس بتاع السلم، ولا طولتي ان انت تعينتي في الكليه، ولا معاكي اي خبره في اي مجال تاني تقدري تشتغلي بيها بره. هو أنا ساعتها لو حط حاجة زي كده ما ينفعش أتعين مثلا في السنة اللي بعدها؟ بصي، هو كان في الاوبشن ده كان متاح، ووقفوه ورجعوه، وبعد كده وقفوه تاني. يعني هو بيحصل كل شويه تغيرات فيه. بس مم. عشان تتعيني في السنه اللي بعدها لازم يكون تقديرك اعلى من بتاع السنه اللي بعدها، صعبة أوي. عشان انت بتتقارني بيهم. لا مش مم. صعب على فكره، انا دفعتي احنا تعيننا 6، السنه اللي بعدينا اتعين مننا 3 عشان كانوا اعلى من السنه اللي بعديهم. يعني انا تعين من دفعتي 9 من كيمياء سبيشال في سنتين من ورا بعض. هي مش صعبه، بس هي الفكره كلها أ- اعملي زي ما الجميع بيعمل. انت ذاكري، يعني خلي فتره الدراسه هي فتره للمذاكره، وفتره الاجازه هي فتره للتدريب والشغل. مم. انا في فتره الاجازه بتاعت سنه تانية وسنه رابعه كنت بنزل اشتغل في معامل تحليل، في صيدليات، بنزل افرك في اي حاجه. كل ده بيتحط في السي في بتاعي. مم. تمام. طب هو بالنسبة لو حد مثلا ناوي يفتح معمل تحاليل بعد ما يخلص، من أي قسم في علوم عادي ولا لازم أقسام معينة؟ سؤال حلو برضه. بص، لو انت عايزه الشهاده معتمده من جامعه القاهره، فجامعه القاهره دبلومه التحاليل دي مخليها لاقسام معينه. اللي يعني هي اخر إيه؟ تحديث انا فاكره كان قسم كيمياء حيوي وقسم كيمياء حيوان. مم. ماشي. مم. لكن الناس بتعمل ايه؟ الناس بتروح تاخدها من اي جامعه تانية. في جامعات كتير تانية بتفتحها لاي حد معاه كيمياء. هو اصلا لو اي حد معاه كيمياء سبيشال، كيمياء حيوان، كيمياء فيزياء، اي حد معاه كيمياء بيروح يقدم على الدبلومه دي في اي جامعه من الجامعات التانية،
وبياخد الدبلومه وبيروح يعتمدها من النقابه، وخلاص هو كده بياخد تصريح مزاوله مهنه تحاليل طبيه ويقدر يفتح معمل تحاليل. فما تزنقيش نفسك في قسم انت مش حباه عشان حاجه اصلا انت ممكن تعمليها تفتحيها بكل سهوله. ايوه بالظبط. تمام، شكرا جدا فهمتي؟ لحضرتك. العفو يا نور. تمام. في نوره حمدي، دي رقم 2 المفروض، او نور حمدي، نور حمدي. هو ما بيردش. بسمله. لو سمحت يا دكتور، أنا كان عندي 3 أسئلة. اسالي. أول سؤال، هو دلوقتي حضرتك قلت في بداية كلامك أنا دلوقتي رايحة سنة تانية، بس أنا أول لما دخلت الكلية قالوا لي إن أعلى قسمين بياخدوا عدد قليل قوي، كيمياء منفرد وكيمياء حيوي. إيه ايوه اللي 60 بيميز و60. القسمين دول دون إيه اللي بيميز القسمين دول عن الباقي عشان يبقى هما ناس كتير قوي عايز تدخلوا وياخدوا عدد محدود؟ ما انا بقول ايه شويه. انت نايمه يا نوب يا شهد صح؟ يا بسمله. بصي يا بسمله، اقول لك انا حاجه بسيطه جدا. كيمياء منفرد اللي بيميزه عن بقيه الاقسام ان هو فرص شغله كتير جدا بره، وبيطلب بالاسم تخصص كيمياء منفرد. ويعني دي حاجه حصلت ايامي والدفعه اللي بعديها والدفعه اللي بعديها، ما اعرفش تتكرر في ايامكم ولا لا. بتيجي شركات كتير للكليه عندنا للشؤون الخريجين، بيطلبوا اسامي وارقام تليفونات للناس اللي خريجين قسم الكيمياء المنفرد، وبيبداوا يتواصلوا معاهم. وده حصل معايا انا شخصيا. يعني انا لقيت شركه بترول بتكلمني ان هم عايزيني معاهم في الشركه. هي دي الشركه اللي انا رحت لها. وبعديها لقيت مصنع اسمنت بيتكلم. يعني كل الاوفرات اللي اتعرضت دي كانت عن طريق الكليه. الناس دي راحت لشؤون الخريجين وخدوا ارقام واسماء الناس بتوع كيمياء منفرد. تمام. ده بالنسبه لكيمياء منفرد. كيمياء حيوي، كيمياء حيوي فرصه في الشغل زيه زي كيمياء منفرد، بلس كمان هو عنده بقى فرص كتير جدا. اللي هي بصوا، كيمياء حيوي ده هو الصوره الثانيه البايوتكنولوجي، بس ده القسم ابو بلاش زي ما بيقولوا. هو عنده كل فرص الشغل بتاعت البايوتكنولوجي بلس الفرص الشغل بتاعت الكيمياء سبيشال. هو ماسك العصايه من النص. عشان كده القسم ده برضو بتوع علم علوم بيجروا عليه كتير، عشان هو ماسك العصايه من النص بس. يعني هو احسن لو طب يا هنقارن بينه دكتور وبين قسم حيوان، هو احسن من قسم حيوان طبعا. دي وجهة نظري، مش معنى كده ان هو انا ما بقللش من حد عشان ما حدش يقول الدكتور عمر بيقول ان قسم حيوان معفن. عشان مش عايز كلام. انا من وجهة نظري، انا لو هرشح حد لقسم ما بين كيمياء حيوي وكيمياء حيوان، هقول لك خش كيمياء حيوي وانت حط رجل على رجل لو انت هتعرف تتعامل جوه. قسم كيمياء حيوان قسم فوق راسي، وكل الدكاتره اللي في هناك انا بحبهم جدا، يعني منهم دكتور موسى ده صديق عمري. طب يا دكتور، هو مش كده بيبقى مثلا في الشغل بيبقى في أفضلية بيني وبتاع صيدلة؟ يعني كيمياء حيوي قريب قوي من صيدلة. حصل. عشان كده هم في الغالب بياخدوكوا في شركات الادويه كتير اصلا. يعني أحسن من بتاع صيدلة؟ مش احسن، انت ما بتقارنيش بيه قوي على فكره. يعني بصي هقول لكم حاجه برضو للعلم بالشيء. شركات الادويه انت بتروح تشتغل فيها، بس في تايتل معين كده انت ما بتعرفش توصل له. ليه التايتل ده بيبقى محتكرينه بتوع صيدله، اللي هو هيد سيكشن مثلا، او رئيس بالعربي ايه طيب مش عارف معناه بقى. اللي هو ماسك الورديه الكامله بتاعت التصنيع، او مدير قسم الكيو اي او الكيو سي. دي بيحتكروها شويه في اغلب الشركات بتعمل كده. اغلب شركات الادويه بيحتكروها اللي بتاع صيدله. وممكن اللي يكون اللي ماسك اصلا ده مش فاهم اي حاجه، وبتوع علوم اللي تحتيه اشطر منه بكتير، بس هم عقليات يعني. لكن في بقيه المصانع، مصانع الاسمنت، مصانع الاغذيه، مصانع اي مصانع تانية، لا بتاع علوم بياخد البوزيشن اللي هو عايزه. بيوصل منهم من الناس للمديرين كمان. طب يا دكتور، هو في حاجات حضرتك قلت ان في تبع الكليه بيبقى في تدريبات او كده، هو ايه المكان اللي في الكليه بالظبط اللي اسال على التدريبات والكورسات دي تبقى حاجه تبع الكليه بدل ما ادور بره؟ انت كده كده في سنه ثالثه الكليه بتروحي لسكرتاريه القسم، بيدوكي لسته باسماء الاماكن اللي انت المفروض تتدربي فيها. وانت بتبداي بقى تراسلي تروحي الاماكن دي. او يعني مثلا في قسم كيمياء منفرد مثلا، او كيمياء حيوي، المراكز البحثيه عموما، مركز القومي للبحوث، مركز بحوث الاسكان، اي مركز، مركز بحوث الصحراء، مركز بحوث الفلزات. مصر فيها كميه مراكز بحثيه كتير جدا. مركز البحوث الزراعيه. كل ده انت عندك اماكن ممكن تضربي فيها. شركات ادويه، شركه سيد، شركه الحكمه، الاندلس، نوفارتس، سانوفي.
الاندلس وسانوفي ونوفارتس بيبقوا منزلين ابلكيشن كده بتملوه، وبيخشوا زي انترفيو، وبعد كده بيقبلوكوا تاخدوا عندهم تريننج يعني. شركات بترول، يعني انا اتدربت في بلاعيم للبترول، دي بالنسبه للولاد متعه يعني، لان هم شركه بلاعيم بتدرب البترول، بتدرب الولاد في حقل البترول نفسه. بنروح الفيلد نفسه، الفيلد اللي انا كنت رحت فيه كان في شرم الشيخ، فقعدت اسبوع هناك لطيف كده، كان شاليه على البحر اساسا، ما كانش تدريب، انا كنت بصيف. ما بياخدوش بنات هناك يا دكتور؟ لا للاسف، البنات بيقعدوا هنا في القاهره، في المكتب العلمي بتاعهم. تمام. طب معلش يا دكتور، آخر سؤال. هو دلوقتي أنا بس كذا حد كان بيتكلم برضه عن قسم مايكرو كيمستري، أكيد حضرتك عارفه. فالقسم طبعا ده بيبقى إيه الفرق بينه وبين بايو كيمستري؟ غير إن هو بيدرس الفيروسز والحاجات دي والبكتيريا، يعني بتكلم في الشغل في معامل الأدوية. في حد فيهم ما بيبقى بتفرقش يعني. مثلا، هو لا يعني بصي، او مبقاش حد عموما لو فيهم أعلى من التاني؟ هقول لك اهو، لو هيقارنوا الاثنين مع بعض هياخدوا بتوع حيوي، لو بنتكلم في شغل ادويه. تمام، شكرا يا لكن دكتور. بتوع مايكرو بيركزوا معاهم اكتر في الريسيرش، يعني اغلب خريجين مايكرو اللي انا اعرفهم شغالين في المراكز البحثيه. تمام يا دكتور، شكرا. عارف مين يا شباب؟ شهد. ايوه مع حضرتك. هو دلوقتي يا دكتور انا لسه داخله اولى، فانا كنت حابه قوي قسم كيميا سبيشال، وعايزه ادخله جدا. بس المشكله ان انا خايفه ما اجيبش مثلا في اولى لا قدر الله الجي بي اي بتاعه. فانا حاسه ان كل الاقسام مش شبه قسم سبيشال كيمستري خالص. اعمل ايه؟ هو ده الايحاء اللي انا كنت لسه بتكلم عنه من شويه، بطلوا توصلوا لنفسكم يا شباب ايحاء ان انت فاشل او ان انت مش هتعرف تجيب تقدير. والله العظيم الموضوع نفسي اكتر من ان هو مذاكره. انا عشان حطيت تارجت في دماغي ان انا هجيب امتياز، الحمد لله اتخرجت امتياز، رغم ان انا اصلا لو اي حد كان حواليا كان مستغرب ان انا ازاي بعلى في الجي بي اي بسرعه كده. ده مش حاجه طبيعيه، وانا نفسي ما كنتش مصدق، بس انا عشان انا كنت حاطط لنفسي هدف ان انا عايز اتخرج بامتياز، عشان كده وصلت. طول ما انت حاطط لنفسك تارجت هتعرف تحققه بسهوله، بس ثق في نفسك. قله ثقتك في نفسك هي اللي بتخليك على طول واقع. يعني طول ما انت خايف من الحاجه، في مقوله كده بتقول لك اللي بتخاف منه ما يجيش اللي احسن منه. انت خايف من حاجه ليه؟ طب ما هو في الاول والاخر، او بمعنى اصح، جلب الشر بيحصل لما انت بتفكر في الشر نفسه. طول ما انت بتفكر ان انت مش هتجيب تقدير عمرك ما هتجيب تقدير. طول ما انت بتفكر ان انت مش هتعرف تجيب القسم عمرك ما هتعرف تجيب القسم. لو انت حطيت في دماغك ان ايه يعني قسم كيمياء سبيشال هتجيب تقديره بكل سهوله، الموضوع هيبقى بالنسبه لك عبيط جدا. والله 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 حلفان تحس عليه قدام ربنا. انا كان في مواد، انا في ماده، وانا بتكلم معاكم من شويه ذكرتها وقلت لكم دي الماده الوحيده اللي انا جبت فيها جيد جدا. الماده دي كان كل الدفعه بتهرب منها. هي الماده دي كانت في سنه تانية، كان بينزلها دكتور ربنا يرحمه وافتكره يعني بكل خير. الدكتور ده كان يعني كان صعب جدا في التعامل، وكان قال اكتر حد بيجيب عنده في الكليه في الماده بتاعته كان مقبول. فانا هربت من الماده بتاعته، ما رضيتش اخدها سنه تانية. فضلت هربان منها وما اخدهاش لحد لما جيت في سنه رابعه، وخلاص انا هضطر اخدها، انا لازم اتخرج، فاخدتها. بس انا كنت ساعتها قلت انا بص، انا مش هوصل نفسي ان انا هشيلها ومش هجيب مقبول، لا انا هخش ان انا اجيب امتياز في الماده. والحمد لله انا كنت يعني يعتبر من اوائل يعني انا كنت اول على الدفعه في الماده دي، الحمد لله جيت فيها جيد جدا، انا كنت اول على القسم عشان انا ثقت في نفسي ان انا هعرف اجيب فيها تقدير. طول ما انت بتثق في نفسك ان انت تعرف تعمل حاجه هتعرف تعملها بكل سهوله. طول ما انت خايف من الحاجه دي عمرك ما هتعرف تعملها. تمام. طيب ايه اقرب قسم لكيمستري سبيشال او سبيشال كيمستري ايا كان؟ انت علمي ايه علوم اقرب ولا علم قسم رياضه؟ ليه؟ طيب علمي علوم. انت كيمياء حيوي. تمام. هم اصلا اغلب المواد بياخدوها مع بعض. ماشي. تمام، شكرا لحضرتك. العفو. نور حمدي. حضرتك سامعني؟ نوره صح تمام، انا قلت نوره ما رديتيش، قلت يمكن تكون نوره انا غلطان. طيب قول. عارفة حضرتك، أنا علمي علوم، كنت عايزة أخش قسم حاسب آلي أو لو كمبيوتر ساينس يعني.
بتعتمدي فهو معادلة كده. هل هيبقى امتحان صعب بعرف ان انا يعني اعديه، ولا لازم اذاكر ايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه. بصي، هو انا مع تفاصيل المعادله او بتذاكري ايه، هو في تقريبا اللي انا اعرفه ان في نتيجه كده بتتاخد بتذاكر. انت المفروض اصلا هم تقريبا اصلا في مربوط في الموضوع ده. انت ايه؟ سالت ده في الكليه؟ انت سالت في الكليه ولا ما سالتيش؟ سألته قال لي هيبدأ بقى في شهر 2 عشان انا رايحه عليه بتاع شهر 9. بس هو ده كده قال. ما انا دي هم وديت. انا اعرف ان هم بدأوا وخلصوا اصلا. هو قال لي هيبقى بقى في شهر 2 وفي مادتين هاخدهم في السمر. بس هل يعني لو حولت الرياضة هيبقى موضوع عادي، ولا أنا كده في مشكلة معايا في الماس أو كده؟ أنا آخر مرة خدت فيها ماس كانت باين أولى ثانوي، يعني تانية ثانوي ما خدتش فيها ماس أوي. لا لا لا، ما فيش مشكله والله. انت طالما انت الرياضه بالنسبه لك كانت ماده سهله لما انت كنت بتاخديها، ما تقلقيش والله. والله يا جدعان اقسم بالله الرياضه دي من اسهل المواد. الرياضه دي ماده فهم جدا، بس هي عايزه حد بس يعني يبقى صبور فيها. هي عايزه ورقه وقلم من الاخر. مذاكره الرياضه من غير ورقه وقلم وانت جنبك آلة حاسبه وشغال بيها تقعد تحل كتير، مش هتعرف تعمل اي حاجه. لازم تقعد تمسك ورقه وقلم وانت شغال. طب او وأنا انت ده لو ناوي قولي. حولت مثلا رياضة مش هيبقى مفتوح يبقى اللي هي بتاع كيمياء حيوي وكده، ولا يبقى كله مفتوح يعني؟ لا لا، كله هيبقى مفتوح عادي. كيمياء حيوي لا، هيبقى مفتوح لكيمياء سبيشال، كيمياء فيزياء وبس يعني ككيمياء. أنا مش هيفتح، مش يعني قصدي لو خدت مثلا المادة اللي هي بتاع حيوان مش عارفة ايه اللي أنا بخش بيها كيمياء حيوي، مش هتجيلي برضه؟ لا، لو دخلتي مواد لو خدتي متطلبات كيمياء حيوي هتجيلك. بصوا خلاص، دخول هو قال لي إن القسم. أنا بتاع كله، وسط بتاع اللي هي الرياضة دي هاخدها بقى في السمر. انت دلوقتي لو انت حولتي لعلم رياضه وخدتي بدأتي تاخدي مواد الترم الثاني اللي هي بتاعت علوم حاسب، مم. فانت كده اللي هيفتح لك بعد لما تخلصي مواد السمر اللي هتبقى عندك اللي هم مادتين، هيفتح لك بس مواد الكيمياء، كيمياء منفرد وكيمياء فيزياء وتخصص علوم حاسب بقى. هي دي التخصصات اللي هتبقى قدامك مفتوحه، لكن مش كل التخصصات هتتفتح. طب علوم حاسب يعني مش هيبقى يعني المفروض يبقى ليها جي بي اي معين، ولا خلاص كده أنا كده ضمنتها ولا لا؟ بصي استني، هو علوم حاسب المتطلبات بتاعتها بس اللي انت تاخدي المواد بتاعت المتطلب بتاعها نفسه، مش اكتر. هو انا ينفع اخد المتطلب بتاع ده وده عشان يبقى يتم مفتوح لي يعني؟ بمعنى يعني اخد المتطلب بتاع كيمياء حيوي ومع بتاع علوم حاسب عشان يبقى اتنين تعمليها موجودين. ازاي يا ذكيه؟ مش عارفة. تعمليها ازاي؟ انت ليكي مادتين بس تختاريهم اه. في الترم الاول وفي الترم الثاني. المادتين دول هم اللي بيحددوا لك مواد التخصص. انت لو انت داخله علوم حاسب فالمادتين هم اللي هيبقوا بالنسبه لك الجبر والاحصاء في الترم الاول، اه. والميكانيكا ومبادئ البرمجه في الترم الثاني. مم. فدول على اساسهم هيروحوا محددين لك ان انت داخله كده علوم حاسب. لكن قسم كيمياء حيوي تخصصات مواد تانية أصلا منها حيوان يعني، فأنت هتعملها إزاي؟ صح. أنت مالكيش غير مادتين بس. طب وانا يعني الاحسن هقول كيمياء لك أنا حيوي؟ حاجة حلوة. هقول لك أنا حاجة، ما تصلي صلاة استخارة. استخيري كده ربنا كده في إن أنت تخشي إيه. عشان حتة إن أنت تقلبي تخصصك من علم علوم لعلم رياضة وتبدأي تدوسي في الرياضة وكده، لازم يكون فعلا أنت متأكدة ومتقنة إن أنت حابة الرياضة فعلا، عشان ما تندميش على الخطوة دي. انا كنت عايزة فاهمة؟ حاسب البرمجة كده بس ما عملتش مجموعة. كنت عايز تخشي اللي هو الذكاء الاصطناعي ده اللي بيخش من علم علوم تقريبا. لا، هو حسابات مع بعض بقى مفتوحة لعلمي علوم نفس القسم بتاع علمي رياضة يعني. بس كان برضه ماس يعني زيادة، بس هو ده كنت عايزاه يعني، بس طبعا ما جبتش مجموع. ماشي، انت لو انت متارجته ده وعايزه تعمليه خلاص زي ما انا قلت لك، انت بكل سهوله هتقدري تعملي ده، بس ساعتها مش هيفتح لك حاجه غير الاقسام اللي انا قلتها لك. لكن باقي قسم كيمياء حيوان مش هيفتح لك، لا الكيمياء حيوي قصدي، لان ده ليه تمام. مواد لوحده لازم تاخديه. تمام، شكرا. عمر. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عمر؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ حضرتك، انا دلوقتي من الدفعه اللي هي طالعه سنه اولى. يعني هو حلو. سؤال لسه بدري عليه شويه، بس حابب اساله عشان لو ليه يعني حاجات معينه زي موضوع دبلومه التحاليل كده. يا عم اسال. آه، اتفتح اللي هو بتاع الادله الجنائيه في جامعتين اللي هي بنها والمنصوره.
بقى ان هو قسم لوحده يعني. تمام. لا، قول وبعد تاني كده كده في معلش. 2000 اللي هو قسم الأدلة الجنائية اللي اتفتح في جامعة بنها والمنصورة. حلو، ما هو مفتوح عندنا واحد علوم أدلة دلوقتي. جنائية، موجود كقسم كريدت. تمام. تمام. بس جامعة القاهرة نزلت تقريبا في 2021 كده إن هو بقى ليه دبلومة بعد ما بنخلص اسمها مهني في التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة. بالظبط. تمام. الدبلومة دي بتبقى ليها أقسام معينة زي ما حضرتك قلت من شوية، بتاعة التحاليل، لأن هي لا لا الكيمياء لا لا، حيوان. عندنا احنا ككلية متاحة لأي حد واخد كيمياء. ده آخر حاجة، أنا آخر أبديت أنا عارفه. ده آخر أبديت أنا عارفه. بعد كده عايز أقول لك حاجة برضو للعلم بالشيء. طالما الدبلومة دي موجودة في الجامعات التانية، الجامعات التانية بتبقى تعمل استثناءات كتير عشان هم بيبقوا عايزين يشدوا طلبة ليهم. يعني ده اللي أنا كنت لسه بقول من شوية على دبلومة التحاليل الطبية. يعني إحنا مثلا علوم القاهرة شرطة إن أنت تكون قسم كيمياء حيوي أو ممكن كيمياء حيواني. دبلومة التحاليل الطبية في جامعة مثلا زي جامعة السويس أو الزقازيق مفتوحة على القسم كيمياء فيزياء وكيمياء سبيشال وكيمياء جيولوجيا، وأي حد واخد كيمياء، أي حد خد كيمياء ممكن يروح ياخدها. فالجامعات التانية لما بتفتح حاجة بتفتحها أوسع، فلا ما تقلقش من حاجة زي كده. أنت خش الحاجة اللي تعرف تأهلك إن أنت تشتغل حاجة بعد كده بره. يعني أنت لو أنت في دماغك حوار الأدلة الجنائية وطب الشرع وكده، خليك يا إما كيمياء حيوي يا إما كيمياء سبيشال. هو أنا فعلا كنت عايز كيمستري باي كيمستري، بس خليك فيها. وعلى هو أساس شغلهم، بعد كده شغلهم هينفعك بعد كده في الأدلة الجنائية. بالظبط هيبقى ليها علاقة بالبصمات والكلام ده يعني. بالظبط. شكرا لحضرتك يا دكتور. عارف. كان في حد بيسأل اللي هو نقط، كان حاطط نقط على اسمه كده وشايل ايده. طيب حد تاني عنده أسئلة يا شباب؟ آلاء مثلا يرفع ايديها، أو بسنت. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور كنت عايزة أسألك 3 أسئلة. هو قسم ممكن يبقى ليه فرص شغل في معاهد الأورام أو مستشفيات السرطان، ولا لازم أدخل كيمياء حيوي أو فيزياء حيوي؟ بصي، هو خريجين كيمياء سبيشال ممكن يشتغلوا في الحاجات دي في المعامل نفسها، المعامل التحليلية نفسها. مم. لكن لو طبعا لو قدامه خريج كيمياء حيوي يبقى أحسن طبعا. وهل تاني سؤال بقى، لا، هو اتكلم في الموبايل بس عشان الصوت. انا هادي في مفتاح الموبايل عشان ادخل صوت. حضرتك اقفل المايك. سامع. قولي يا آلاء، ولا آلاء اللي بتتكلم؟ آلاء. أيوة كده حضرتك سامعني؟ تمام. قولي يا آلاء. هو فرصة الناس اللي في الكيمياء مزدوج إن هم يتعينوا كمعيدين في الجامعة أقل من كيمياء سبيشال، ولا الاتنين قد بعض؟ امم ده سؤال حلو، مش عارف بقى اجاوب ولا ما اجاوبش. طب بص، لو حد تخصص كيمياء حيوان مثلا، هو قسم كيمياء حيوان، هو فرصته ان هو يتعين في قسم حيوان، مش هيتعين في قسم الكيمياء. مم. بمعنى ايه؟ يعني احنا القسم عندنا بيعين 9، 6 كيمياء سبيشال، 1 بايوتكنولوجي، 1 كيمياء حيوي. مم. ماشي. أيوة. وكانوا بياخدوا اعلى واحد على مزدوج. أيوة. هي بيبقى حظه بقى، لو الاعلى واحد على مزدوج ده ممكن يبقى من قسم كيمياء حيوان بياخدوه، مم. او من قسم كيمياء فيزياء بياخدوه. لكن هو عنده فرصه ان هو يتعين في القسم التاني بتاعه، اللي هو قسم حيوان او قسم فيزياء. بس هي مثلا زي قسم فيزياء مثلا، بيفضل ان هو يعين بتوع قسم فيزياء منفرد عن ان هو ياخد بتوع كيمياء فيزياء، الا لو العدد عنده مقصر. يعني مثلا هو محتاج 6 معيدين، قسم فيزياء منفرد ما فيهوش غير 2 بس اللي جايبين امتياز وتنطبق عليهم الشروط، او جايبين جيد جدا وتنطبق عليهم الشروط. الشروط ايه هي؟ شروط التعيين في الجامعه ان انت تكون اتخرجت من الكليه مش شايل ولا ماده من مواد تخصصك اللي انت هتتعين فيه. يعني ما ينفعش تبقى معيد كيمياء وشايل اي ماده من مواد الكيمياء طول ال4 سنين. ممكن تشيل اي ماده تاني، مش هتفرق معاهم. بس اهم حاجه ان انت ما كنتش شايل اي ماده كيمياء. أيوة. فدي الشروط الاساسيه ان انت تتعين في الكليه. طبعا بقى التقدير ان انت تبقى اعلى تقدير مقارنه بزمايلك.
فلو مثلا قسم الفيزياء عايز 6 وهم في 2 بس منطبق عليهم الفيزياء منفرد، هياخد الباقي هياخد 4 من قسم كيمياء فيزياء اللي هم أعلى 4 في قسم كيمياء فيزياء تنطبق عليهم الشروط. هو عنده فرص تعيين يعني، مش فكرة ما عندهمش. هي بس الفكرة زي ما أنا قلت من شوية، هي بتفرق. كل سنة بيحطوا حاجة اسمها الخطة الخماسية، بتقعد لمدة 5 سنين. الخطة الخماسية دي بيقولوا هم عايزين من ال5 سنين الجايين دول كام معيد، فهي بتتغير كل شوية. انت ما ايه يعني، انت اسعى واجتهد ان انت تجيب تقدير عشان تبقى محطوط في اللاين اللي انت تتعين. جالك تعيين الجامعه تمام، ما جالكش تعيين الجامعه ممكن تشتغل في اي جامعه خاصه. هم بياخدوا الاوائل بتوع الجامعات الحكوميه بيعينوهم. الجامعات الخاصه مجبره ان هي تعين ناس من الجامعات الحكوميه، بتخش زي مسابقه كده وبتتعين منها. مم. ماشي. أسأل تالت سؤال. طيب. هي الدراسة بالإنجليزي هتشكل صعوبة عليا وهتأثر على الGPA ولا الدنيا هتبقى سهلة؟ انا كنت مدرس عربي، ويعني كنت مدارس في أسوأ مدارس موجوده في التاريخ يعني. والموضوع بسيط والله، هي الفكره كلها بس ان انت هتتعبي شويه في البدايه، في اول اسبوع او اسبوعين في الكليه. اول لما تزنقي الزنقه اللي هي بتاعت الميد ترم دي، اللي هي تضطري تذاكري فيها عشان تخشي تمتحني، يا اما هتسقطي، هتلاقي نفسك بتذاكري غصب عنك وبتفهمي الكلام والدنيا بقت سهله بالنسبه لك جدا. هي الموضوع كله بيبقى خوف بس في البدايه، بعد كده الموضوع بيبقى عبيط. تمام، شكرا جدا لحضرتك. عارف ال3 نقط هو حاطط او نقطتين. السلام عليكم. عليكم السلام. وانا كان عندي سؤال دلوقتي، انا لو محتاره طلعه تانية، تمام، لو محتاره بين كيمياء حيوي وكيمياء سبيشال، ايه الافضل بالنسبه لي؟ خصوصا ان التعيين هيفرق معايا شويه، وبرضه حته الاقسام المزدوجه، هل هي فعلا مش معتمده لو حاولت ان انا اسافر بره وكده؟ لا لا، مين قال حوار ان هي مش معتمده دي؟ مش سمعت الكلام ده فين؟ هو كان بس كلام كده ان انا لو جيت حاولت اسافر بره وكده الاقسام المنفرده بتبقى افضل. بصي الابحاث. عموما هي الكليه نفسها معتمده اصلا، معتمده من بره. يعني احنا تمام. ككليه علوم ما بنحتاجش حاجه اسمها في حاجه اسمها شهاده معادله بتتعمل في اي جامعه اي كليه تانية لما تيجي تسافر اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي. احنا عندنا ما بنعدلش الشهاده لان احنا اصلا شهادتنا معتمده. ماشي، فما تسمعيش الكلام ده كتير يعني. دي اول حاجه. الحاجه التانية، انا طالما انت مترجته حوار التعيين، هسالك السؤال اللي المفروض اساله لاي حد عايز يتعين. انت عارفه الجي بي اي الناس التانية اللي هم ناويين يخشوا معاك القسم؟ ما لو سمعتش الفرق كده. بينك وما بينهم، لا عارفه الجي بي اي بتاع الناس اللي ناويين يخشوا معاك القسم؟ لو الفرق يعني بينك وما بينهم، طيب لو الفرق بينك وما بينهم كبير، حلو يعني انت اعلاهم، فرق بينك وما بينهم كبير، دوسي. قسم كيمياء حيوي بياخد الاول يعني يعينه في قسم كيمياء حيوي، والتاني بيدخله قسم كيمياء سبيشال، بيدخله قسم الكيمياء قصدي. ده بالنسبه لقسم كيمياء حيوي، يعني هو قسم بيعين 2 بس. قسم كيمياء سبيشال لحد الدفعه اللي هتتعين دي احنا بناخد 6. طب انا دلوقتي لو الفرق فاهمه؟ بيني وبين الاول عموما، من اول 20 الاوائل وكده 3/10، فبالنسبه لي يبقى ايه الاحسن، حيوي ولا سبيشال؟ لان برضو المجموعة اه بتاعت كيمياء حيوي شفتها فكانت كويسة قوي، والGPA بتاعهم لا بصي، عالي. بتوع كيمياء بس الامتحان حيوي كويس. القسم ده بيتسمى القسم الخبيث شويه. ليه؟ هو بيبقى لامم الناس اللي هم اعلى جي بيات في تخصص علم علوم، اعلى جي بيات في الكليه، فتلاقيهم عاملين ياكلوا في بعض. يعني ال10 الاوائل في الكيمياء حيوي دول بتلاقيهم بيدعكوا في بعض دعك، ده يطلع ده ينزل ده ينزل ده يطلع، ويفضلوا شغالين كده دعكوا في بعض عشان في الاخر يصفصفوا على 2. واحد بيتعين والتاني واحد بيتعين في قسم البايوكيمستري والتاني بيتعين في قسم الكيمياء. بتوع كيمياء سبيشال هم القسم بياخد 6 لحد وقتنا هذا، لو قللوا هينزلوا ل4. فهو الاختيار ليكي. بمعنى ايه بقى الاختيار ليكي؟ انت هتبقي حابه ان انت تدرسي مواد كيمياء بس وهتعرفي تدي فيها وهتعرفي تتفوقي وتفضلي محافظه على ترتيبك وتعلي فيه، ولا هتبقي حابه ان انت تدرسي مواد البايو احسن عشان انت مثلا بتجيبي فيها تقديرات اعلى من مواد الكيمياء، فتعرفي تتفوقي فيها، فتعرفي تفضلي يا اما محافظه على ترتيبك التاني او تطلعي الاول على الدفعه. هو ده السؤال اللي انت تساليه نفسك.
طب والجامعات الخاصة وكده، يعني اللي هو لا قدر الله ما عرفتش في الجامعة وكده، الجامعات الخاصة بتفرق المنفرد عن المزدوج، ولا دي فيها فرصة برضو إن أنا أتعين لو مزدوج؟ بصي، هو حسب هو طالب ايه. هي الجامعات الخاصه عموما ما بيفرقش معاها قوي، الا لو جامعه يعني، الا لو انت حظك الاسود مثلا مقدم معاكي حد تخصص كيمياء منفرد بتقدير عالي زيك زيه، فساعتها هو بيفضل بتاع كيمياء منفرد، هو ده بالنسبه له هو واخد كيمياء بالزياده قوي. يعني مثلا جامعه زي جامعه بدر، اللي شغالين في قسم الكيمياء هناك مش كلهم كيمياء منفرد، في منهم كيمياء مايكرو على كيمياء حيوي على كيمياء حيوان. قليل قوي تلاقي حد كيمياء منفرد هناك. هو بيقعد معاهم في الانترفيو، بيسألك كام سؤال، انت تمام فيهم خلاص هو بياخد. في اقسام تانية في كليات تانية بيفرق معاهم التخصص، لا انت تخصص ايه، كيمياء منفرد انا هاخدك ككيمياء منفرد. انا عايز حد مثلا معيد بايوتكنولوجي، ممكن افكر في بتاع كيمياء حيوي. فهي بتتحسب كده، وفي الاخر برضه هقول لك حاجه، انت برضه ما تحسبهاش كده، انت ممكن تروح تعين ان شاء الله في مركز بحثي، يعني بتوع المراكز البحثيه برضه بوزيشن حلو زيهم زي دكاتره الجامعه. هي شركات البترول بتفرق معاها الكيمياء منفرد أكتر؟ على ايام انا يعني انا لما انا كنت خريج، هم كانوا بياخدوا بتوع كيمياء منفرد. يمكن الحالي، وبعد كده عايز اقول لك برضو الدنيا بدات ما بقتش حلوه قوي في شركات البترول، يعني يعني اعلانات مش كتير. انا ما تخيلتش باعلان شركات بترول الفتره الاخيره دي كتير يعني، بس هو انت أنا كان هتلاقي في شغل كتير برضه. كان في مسار تاني في دماغي اللي هو التغذية العلاجية وكده، تمام، بس لقيت إن في كليات كتير قوي بتدخلها زي علاج طبيعي أو صيدلة، الدبلومة نفسها علاج طبيعي وصيدلة وتمريض وتربية رياضية تقريبا وزراعة، ناس كتير قوي بتعملها، اه، فهي مثلا ايوه. طب حاجة كويسة. الدبلومه دي بيعملوها فين بقى؟ بجد والله ده سؤال. في دبلومة بس مش في القاهرة عموما، أنا كنت ال... شايفاها قبل كده، كان في القصر العيني نفسه، تمام، كنا بندخلها، بس طب نفسها بتبقى إنجليزي، إنما علوم وكده وكمان كليتين كنا بناخدها عربي. انت ناويه تخشي المجال ده يعني؟ ده مسار تاني أنا حاطاه جنبية، اللي هو لو مفيش تعيين فأفكر في حاجة زي كده. دوسي يا بنتي حباه، في المسار ده، في المسار ده بياخدوا منه فلوس حلوه بس المشكلة إن المنافسة كتير عليها قوي من كليات كتير، يعني حتى مش كليتين بس ولا حاجة، ده كتير قوي. بصي، كل شغل علوم بتلاقي فيه منافسه من كل التخصصات. شغل الادويه هتلاقي تنافس معاكي من بتوع صيدله كتير جدا. شغل الميديكال ريب هتلاقي ان تنافس معاكي من بتوع صيدله ومن بتوع طب بيطري، ومن بتوع زراعه هتلاقي بتوع زراعه شغالين برضه ميديكال ريب. شغل التحاليل الطبيه هتلاقي كله من هب ودب بيشتغل فيه. ماشي، فالتنافس معاكي في كل حته هتلاقيه. هي الفكره ان انت تتميزي في المكان اللي انت فيه، خلاص ما تفكريش في حد. طول ما انت حاطه حد قدامك والله ما تعرفي تنجحي. هو كان في تقريبا إشاعة أو حاجة إن هو دلوقتي كان بيبقى أخصائي تغذية وكده من نقابة العلميين، تمام، تقريبا هيتلغي، كانت مجرد إشاعة مش متأكدة بقى، كانت ناس وكده جروب وكده عاملينه فعلا مجمعين الناس وكده، فكانت طلع خبر إن هو تقريبا هيلغوا العلوم، هتبقى تخصص لعلاج طبيعي بس، فمش عارفة أجازف في حاجة زي كده. الجس فيها دي اللي هو هتعملي ايه يعني؟ انت كده كده مالهاش علاقه لأن أنا هتكملي ممكن برضه. أنا عايزة أدخل حيوة عشانها أصلا، اللي هو أنا عايزة أدخل حيوة عشانها، فلو هي مش موجودة فخلاص أنا مش عايزة حيوة أصلا. يعني انت عامله حياتك كلها عشان دبلوم التغذيه؟ لا طبعا، انت بتفكري غلط. انت التفكير الصح ان انت تحطي حاجه، تحطي اختيار يفتح لك كذا اوبشن، مش ان هو يفتح لك اوبشن واحد بس تبقى انت حياتك كلها متوقفه عليه. انت لو بتفكري كده بقى يبقى خليكي في كيمياء سبيشال، تمام، شكرا. عشان انت مش ضامنه من هنا لحد اخر الشهر ممكن يحصل ايه. ممكن يلغوا اصلا، ممكن الترند بتاع التغذيه ده اللي هو شغال الايام دي والناس عماله تعمل منه ملايين، في يوم وليله يطلع قرار من وزاره الصحه بان هو يمنع كل الناس دي ان هي تشتغل، ومحدش يشتغل غير دكاتره البشريه بس. تمام، شكرا. حد شغال يسأل؟ دكتور معلش، سؤال أخير. اتفضل. ممكن حضرتك تكلمنا أكتر عن الدبلومات المتاحة للكيمياء سبيشال؟ الدبلومات المتاحه كيمياء سبيشال يعني ايه؟ السؤال انا مش فاهمه يعني ايه. انت كده كده يعني اصلا. مم. قول. اتفضل.
قولي كملي. يعني بعد التخرج بيبقى عشان نشتغل في أي مجال سواء تحاليل أو أي مجال تاني بيبقى محتاجين دبلومة بعد التخرج يعني. بصي هقول لك انا حاجه كده. تحكيم سبيشال هو مش محتاج دبلومه في اي حاجه هو يشتغل، ان هو متاح ان هو يشتغل كل الشغلانات غير شغلانه التحاليل الطبيه. وشغلانه التحاليل الطبيه هو من حقه ان هو يشتغلها عادي جدا حتى لو لسه ما اتخرجش من الكليه، الكلام ده للسبيشال او اي قسم تاني. لكن لو انت عايز تفتح معمل تحاليل انت بتضطر تاخد دبلومه التحاليل الطبيه بس، ده لو انت عايز تفتح معمل تحاليل. لكن لو انت عايز تشتغل في اي معمل الفا برج المختار، اي معمل من المعامل الكبيره دي، عايز تشتغل في معمل جنبك بيتك، اي تنزل شيفت في اي حاجه، انت مش مجبر انت تاخد دبلوم، لان هو اصلا ما بيسالكش على دبلوم. هو كل اللي هو عايزه ان حد يكون دارس كيمياء، عارف ازاي يشتغل على جهاز الكيمياء اللي هو شبه جهاز اليو في اللي انت تشوفه في الكليه وبس. وان هو حد بيعرف يسحب دم. وحوار السحب ده انت هتتعلمه في الكليه لو انت رحت اتدربت في اي مستشفى من مستشفيات الكليه. يعني انت الكليه بتديك اوبشن في سنه ثالثه ان انت تروح تتدرب في مستشفى الطلبه. مستشفى الطلبه هناك ممكن يعلموك السحب عادي، ان انت تسحب دم ازاي والقصص دي. فانت كده كده هيبقى عندك الاكسبيرينس ان انت تشتغل في معمل تحاليل بكل سهوله يعني. لكن لو انت عايز تفتح معمل تحاليل تاخد دبلومه التحاليل بس، انت مش محتاج دبلومه تاني. عايز تشتغل في شغل التغذيه زي ما كانت زميلتك بتتكلم من شويه، ساعتها هتروح تاخد دبلومه التغذيه. وبرضه انا عايز أقول لها معلومه برضه للعلم بالشيء، عشان انا حوار التغذيه ده اعرف ناس شغاله فيه. مش كل اللي شغالين في التغذيه معاهم دبلومه. يعني في ناس بتروح تشتغل مع دكاتره بيحجزوا اوضه في عياده الدكتور وبيشتغلوا تغذيه ومش معاهم شهادات اصلا. هو واخد دبلومه اونلاين من مركز من المراكز اللي هي بتاعت التغذيه وخلاص. واغلب الدبلومات بتاعت التغذيه مش معتمده. الدبلومه اللي بتبقى معتمده اللي هي من معهد التغذيه. فالحاجات دي لو انت هي بتبقى حسب انت عايز تشتغل ايه بعد التخرج. انت عايز تشتغل في مجال التحاليل هتشتغل عادي، بس عايز تفتح معمل تحاليل لازم تاخد دبلوم. عايز تشتغل في مجال التغذيه هتشتغل عادي مع اي دكتور. لكن عايز تفتح مركز تغذيه ليك او عياده تغذيه ليك هتاخد دبلوم بس. لكن بقيه الشغل المصانع والادويه والبترول والميديكال كل بقيه الشغل التاني ده مش طالب منك دبلومات، هو طالب منك انت تتخرج بكليه بتقدير كويس عشان تعرف تشتغل. تمام. تمام، شكرا جدا يا دكتور، بجد يعني استفدنا كتير قوي من السيشن حقيقي، يعني جزاك الله كل خير يعني. تسلم يا رنا، ربنا يكرمك. في حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟ معلش يا دكتور عندي آخر سؤال. قال يا شات وارجع لك يا امنيه حاضر. قال يا شات. ممكن بس حضرتك تقول أكتر عن حوار دبلومة الأدلة الجنائية، كان في حد بيسأل حضرتك عليها، فإزاي أعمل إيه يعني في كيميا سبيشال عشان أخشها؟ ما تعمليش حاجه تخرجي منها. وبعدين هو يعني هي أدخل الدبلومة دي إزاي؟ هي الدبلومه دي بصي، هي مش فكره دبلومه، هي الفكره كلها في طلب الادله الجنائيه. هي بتنزل كل فتره كده اعلان عن توظيف. يعني كان في اعلان توظيف نزل من حوالي 6 اشهر او 3 اشهر 4 اشهر سنه ان هم طالبين كيميائيين. هم مش بيطلبوا تخصص معين، هو بيطلب كيميائي وبتخش امتحان بيسألك شوية أسئلة ليها علاقة بالكيمياء والبايو، أسئلة كتير جدا كده عديتيها بتخش. الدبلومة دي هدفها إيه؟ الدبلومة دي هي حاجة تأهلك للامتحان ده. هي بتعرفك شغل الأدلة الجنائية وهم بيشتغلوا في إيه، وتدرسي بشكل عام الأدلة الجنائية بشكل عام. مش معنى إن أنت خدت الدبلومة إن أنت خلاص هتروحي تقول لهم في الأدلة الجنائية خد أهو أنا واخد دبلومة أنا هشتغل عندكم النهاردة. لا، أنت برضه بتخش مسابقة وامتحان زيك زي اي حد عادي. بس هي الفكره ان انت بتكون مؤهل عنه، انت عارف تفاصيل الشغل وعارف تفاصيل الامتحان ممكن تكون شكلها ايه فلما تتسأل انت هيبقى عندك فرصه ان انت تنجح في الامتحان احسن منه. بس هي انا اخر حاجه كنت اعرفها ان هي كانت مفتوحه لاقسام كيمياء. دي اخر حاجه، اخر معلومه اعرفها. بس احنا الكليه كل فتره بتطلع في قرار جديد، يعني ممكن السنه الجايه مثلا يقول لك لا احنا هنخليها بس كيمياء حيوي او كيمياء حيوان وكيمياء حيوي، ممكن كيمياء سبيشال بس. هي كل سنه بس اللي انا اعرفه لحد دلوقتي هي لكل اقسام الكيمياء. لو هو حصل حضرتك في دلوقتي اي قولي. حضرتك كنت بتقول إن إحنا هناخد امتحان، يعني إذا يعني اتقبلنا فيها وكده هيمتحنونا في الكيمستري والبايو،
فكده انا هحتاج اخش كيمياء حيوي، ولا انا اصلا صراحه يا دكتور دماغي مياله قوي الكيمياء سبيشال، فانا مش عايزه اخش كيمياء حيوي. فيعني ليه اضطر ادخلها عشان بس انا عايزه حوار الادله الجنائيه؟ هو ده اللي انا كنت لسه بقول زمانتك، ما ترميش نفسك في حاجه واحده او في التخصص عشان انت بانيه حياتك كلها على مجال شغل واحد. غلط، ده تفكير غلط. يعني انا ما ينفعش اقول انا عايز اخش كيمياء حيوي عشان انا عايز اشتغل في الادله الجنائيه. ده تفكير غلط. ليه تفكير غلط؟ لان انت في الاول والاخر انت مش ضامن ان انت بعد ما تتخرج ان هم اصلا ينزلوا اعلان توظيف، ممكن اصلا ما يحتاجوش. يعني الادله الجنائيه دي انا من ساعه لما اتخرجت ده اول اعلان ينزلونه انا اشوفه. يمكن يكون نزلوا اعلان قبل كده ما شفتوش، طب بلاش. البنك المركزي المصري انا متخرج من 2017، لسه منزل اعلان توظيف السنه دي. بقاله كام سنه كده ما نزلش اعلان توظيف، فوق ال10 سنين تقريبا او فوق ال7 سنين ما بينزلش. فما تبنيش حياتك على تخصص واحد في مجال شغل واحد. لو انت عندك خلينا نقولها بقى بشكل يعني واقعي، لو انت عندك حد هيقدر ان هو يسندك ان انت تخش جوه دوسي. تمام، فاهمه؟ فهمت حضرتك. بس تمام، شكرا. يعني شوفي وربنا يوفقك، بس انت ما تبنيش حياتك كلها على حاجه واحده زي ما قلت لك. حاضر إن شاء الله. التوفيق ليك يا رب. ولو دخلت كيميا سبيشال انا هدرس لك وش ما تقلقيش. انا مستنيه والله. ان شاء الله. السلام عليكم دكتور، أنا كنت عايزة أسأل على حاجة. سالي. هو حضرتك كنت بتقول يعني اللي هو بعيدا عن شغل بنات أو ولاد وكملت، فأنا بقى عايزة أعرف إيه هي فرص العمل اللي هو للبنات. فقسم ايه؟ قسم سبيشال كيمستري. عادي هم عندهم. بصي يعني بشكل عام هو المصانع شويه ما بتفضلش البنات في الشغل، مصانع الادويه والحاجات دي لسبب معين، بس ان هم بيبقوا عايزين ولاد عشان في عندهم نظام روتيشن شيفت. يعني الناس بتشتغل شيفت الصبح وشيفت بالليل. شيفت بالليل ده مثلا بيبقى من الساعه 12 للساعه 6 الصبح. فالبنات مش هيبقى عندها الفرصه دي ان هي تسهر بالليل، عشان كده هم ما بيحبوش البنات. بس في شركات ادويه ما عندهاش نظام الشيفتات ده، فدول بيقبلوا البنات عادي. يعني كده احنا عندنا اوبشن الادويه ماشي. في شركات الميه بتاخد بنات عادي جدا. شركات الميه وتنقية الميه دول بياخدوا بنات عادي ماشي. في شركات الميديكال طبعا. شغل الميديكال ريت ده الميديكال اصلا بيفضل البنات عن الولاد ماشي. احنا قلنا ايه؟ في المصانع العاديه اللي هي ما فيهاش شفتات. وعامل التحاليل طبعا، عامل في التحاليل كلها بتاخد بنات بكميه كبيره. معامل الابحاث، شغل الابحاث او الريسيرش بشكل عام يفضلوا اوقات البنات عن الولاد عشان البنات بيكون عندهم تفرغ شويه عن الولد. وعشان اوقات المرتبات اللي بتبقى بتاعت المراكز البحثيه ما بتبقاش عاليه قوي. فال فالولاد ما بيترجتوش ان هم يروحوا يشتغلوا في مركز بحث، فبتبقى عندهم فرص حلوه للبنات ان هي تشتغل فيها. طبعا فرص التدريس كتير جدا. أه بس اعتقد وممكن بقى تشتغل في شركات بترول كمراجع كيميائي. ده بيبقى موجود في القاهره هنا في المقر الرئيسي بتاع الشركه. بياخدوا اوقات كتير بنات عشان هم بيبقوا عايزين بنت تقعد بقى تراجع على عينات جايه من الفيلد وحاجات كده يعني. بس دكتور، هي شركات الكهرباء هل بيبقى متاح لخريج كيمياء سبيشال إن هو يشتغل فيها؟ متاح تمام، شكرا. يا دكتور حضرتك اتكلمت عن كل الأقسام تقريبا باستفاضة ما عدا قسم مايكرو. حتى أنا لما سألت عن الأقسام وكده، أنا طالعة سنة تانية، فكان كذا حد رشح لي قسم مايكرو علشان الشغل بتاعه عموما، يعني بعيدا عن الدراسة والمواد بتاعته. احنا كده كده الكلية عندنا القسم مزدوج، فاحنا بناخد مواد من كيمياء، مواد من مايكرو.
بس تقريبا كل الشغل اللي حضرتك قلته اذا كان في شركات البترول، انا جوز خالته مهندس في شركة بترول، وقال لي ان احنا عندنا في المعامل وكده بتوع مايكروبيولوجي وشغل الكواليتي كنترول، ميديكال ريب، المية، كل المجال ده عموما. فهل الكلام ده فعلا صح؟ لان حضرتك ما اتكلمتش عنه نهائي غير في موضوع الريسيرش وكده. بصي هقول لك حاجه، هو انا ما اتكلمتش عنه ليه؟ مش عشان هو مش حلو يعني، ماشي، هي الفكره كلها، بس انا ما اتكلمتش عشان هو مش كل الناس، مش ناس كتير بتارجته، مش عشان هو قسم وحش، لا، هو في ناس يعني بتبقى بيخافوا من شكل الحشرات بقى والحوارات اللي انتوا تبقوا عندكم في المايكرو دي، فالناس ما بتحبش اصلا الشغل بتاعه، ما بيحبش انهم يدرسوه، عشان كده مش ناس كتير بتخشه. لكن هو فرص شغله كويسه جدا، يعني هو فرص الشغل اللي قالها لك قالت ده هي دي فعلا موجوده، وليه شغل كتير بالذات في شركه الميه، وبالذات المعامل اللي بتحلل الميه من الفيروسات وكل الحاجات المايكرو الموجوده في شركه البترول. اوقات بيحتاجوه في معامل معينه، في المعامل المركزيه، عشان يحللوا عينات خارجه من الفيلد نفسه. شغل التدريس طبعا، شغل معامل التحاليل بالظبط. حتى الطبيه هو. قولي. حتى في التدريس والتعيين وكده، كانت قال لي انت ما لكيش فرصه تتعيني في علوم القاهره، فعندنا بتوع صيدله بياخدوا مايكرو، تربيه بياخدوا مايكرو، بشري، علاج طبيعي، كل الكليات الطبيه تقريبا عندهم ماده مايكرو. فحتى فرصه في التدريس بتبقى كويسه لان الماده موجوده في اغلب الكليات التانية. بصي انا هقول لك حاجه عشان نتفق اتفاق حلو كده مع بعض. بتوع كليه صيدله مثلا بيحبوا ياخدوا، او لو هياخدوا يعينوا حد عندهم معيد، هياخدوا بتاع صيدله، هم كده كده عندهم اصلا في صيدله قسم ميه، هياخدوا بتاع صيدله مش هياخدوا بتاع انا علوم. بتكلم على الكليات الخاصه عموما. ما انا بتكلم على الخاصه. مش تمام. ماشي. بس انت كمجال شغل، انت مجالك شغل كويس، يعني انت عندك فرص شغل كتير. بصي، خشي الحاجه اللي انت تعرفي تنجحي فيها، ما تخشيش الحاجه اللي انت مدخلاها عشان حاجه او لاين معين بس عشان اوصل له. الحاجه اللي انت هتنجحي فيها هي اللي تمام. انت هتعرفي تجيبي فيها تقدير، ساعتها هتقعدي تحطي رجل على رجل وانت اللي بتختاري انت تشتغلي فين، على عكس ما انت تخشي حاجه انت مجبره عليها بسبب ان الجي بي اي جبرك عليها، او ان انت مجبره عليها بسبب تفكير اسري او ضغط حواليكي ان انت تخشي الحاجه دي، ساعتها مش هتعرفي تجيبي هو فيها اي بصراحة تقدير. حتى الجي بي اي بتاعي يعني يعتبر على السنه اللي فاتت، فانا لاحقه كيميا سبيشال. ولما بتكلم برضو على مايكرو مع زمايلي وكده، ليه يا بنتي تخشي مايكرو؟ ما انت الجي بي اي بتاعك لاحق، ما انت معرفش ايه. فدي البوينت يعني. طب انت حابه ايه؟ انت حابه الكيمياء بس؟ لو حابه الكيمياء بس خليكي في الكيمياء بس، ان هو يعتبر مجال الشغل الاثنين قريب من بعض. لكن لو انت ليكي بقى في شغل المايكرو كده، خلاص دوسي. ممكن كمان يكون ليكي فرصه تعيين في القسم نفسه، يعني ممكن تتفوقي فيه وتتعيني فيه، عشان كده انا بقول لك خشي الحاجه اللي انت حباها عشان تعرفي تبداي فيها. تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور. عارفه يا شباب. دكتور لو سمحت، اتفضل. هو دلوقتي انا عاوزه اشتغل في مجال بحث وتطوير الادويه، تمام؟ وعارفه ان المجال ده يعني بيختار بتوع صيدله اكتر، يعني احنا بيبقى لنا نسبه قليله جدا. فانهي مجال اقدر اتفوق فيه؟ انهي قسم قصدي، بايو كيمستري ولا سبيشال، يعني اقدر ادخل المجال ده من خلاله؟ الاثنين بيشغلوا نفس المكان. مش قصدي مش الميديكال ريب، يعني انا عاوزه انا عارف الار التصوير. ان دي. اه. ايوه الاثنين بيشتغلوا في نفس القسم. والبحث العلمي يعني برضو؟ اه الاثنين بيشتغلوا. الاتنين بيطلعوا نفس يقدر ادخل فيهم من نفس المجال؟ اه اه. بس يعني خلاص. هو اكتر بيبقى ليهم فرص تعيين اكتر فيه، يعني لو هنقارن كنسب يعني شغل انتوا كيمياء بايوكيمستري. اه تمام. في المجالين دول بالظبط ولا في اي الار مجال ان دي، عموما؟ اه الار ان دي بتاع تمام. الادويه. شغل الريسيرش عموما اي حد خريج علوم من حقه يشتغل ريسيرش يا جماعه، مفيش حاجه اسمها قسم اه معين يشغل ريسيرش. اي حد خريج علوم ممكن يشتغل في الشغل البحثي، لو هو اهتم بالكلام ده او بالموضوع ده من بدايه، وانتوا لسه سنكم صغير، يعني المفروض مثلا من سنه تانية ده الهدف الاساسي بتاع الكليه اصلا. الكليه دي هدفها ان انت تخرج باحث علمي، مش واحد يقعد يدور على شغل. هنخرج واحد باحث علمي عشان يعرف ياخد ماجستير ودكتوراه ويعمل ابحاث يفيد بيها الناس اللي حواليه، او يسافر بيها بره يبدا يشتغل في فرق في مراكز بحثيه بره. فده الهدف الاساسي بتاع الكليه.
خلاص تمام، شكرا يا دكتور. لا بعد إذنك يا دكتور كنت عايزة أسألك في حاجة. اتفضل. هو سمعت إن البايو تكنولوجي جواه كورس بايو كيمستري، ففي ناس قالت لي إن أنا أخش بايو تكنولوجي أكتر من بس أنا مش سامع أي حاجة. سمعت الناس إن جوه بايو تكنولوجي في كورس بايو كيمستري، بدرس بايو كيمستري جوه بايو تكنولوجي، ففي ناس قالت لي إن أنا بخش بايو تكنولوجي أفضل من بايو كيمستري، فإيه رأي حضرتك؟ وممكن تقولي إيه الفرق ما بينهم في الدراسة العامة؟ أنا السؤال ده مش هينفع أجاوب عليه لسبب معين، يعني معلش مش هينفع أجاوب عليه. بس أنا هقول لك حاجة بسيطة يعني. اتفضل. مش عارف. بص، طب أنا هقول لك حاجة عشان يعني مراعاة لضميري قدام ربنا. هو بايو كيمستري أو بايو تكنولوجي هما الاتنين قريبين من بعض جدا، ماشي. بس هي الفرق الوحيد إن بايو تكنولوجي بفلوس، بايو كيمستري ببلاش. دي نقطة. النقطة التانية بتوع بايو تكنولوجي بيهتموا بيهم شوية. بيهتموا بيهم شوية ده مش اللي هو يعني بيدوهم حاجة زيادة، لا يعني بيبقوا الطلبة اللي على الحجر، يعني زي ما بيقولوا كده. بيهتموا بيهم شوية في الكلية، بلس بقى إن هم بيهتموا بيهم بقى، بيدخلوهم في مشاريع يعني هتلاقوا كده لو أنتوا دخلتوا أو دخلتوا وسألتوا في قسم البيوتكنولوجيا، هتلاقوا طلبة البيوتكنولوجيا أغلبهم بيخش في مشاريع بحثية، بيخش في مسابقات مش عارف عالمية، حاجات كده كتير، عشان هم بيبقوا عايزين يظهروا القسم ده، فيبقى القسم عليه إقبال فالطلبة تخش فيه. لو أنت مهتمة بحاجة زي كده دوسي في البيوتكنولوجي طبعا. شكرا جدا. في أي أسئلة تانية يا شباب؟ دكتور معلش، أنا كان عندي سؤال بس هو بعيد عن الأقسام وكده. اتفضلي اسألي. هو أنا سمعت إن في مواد عندنا في الكلية وكده اسمها متطلبات، فأنا لو عايزة تمام أدخل كيمياء حيوي وخدت مثلا مادة اللي هي مبادئ دي، ايه مادة تانية أخدها تبقى سهلة معاها ما تصعبش عليا الدنيا؟ أنا لسه مش فاهمة حاجة وكده، وأول سنة يعني في الترم الأول وكده. بصي، مواد المتطلبات دي هي مش، انت مش مطالب منك فيها ان انت غير انت تنجحيها وخلاص. مش مطالب منك انت تجيبي فيها تقدير. هي كده كده يعني مواد اصلا مش بتاثر تاثير كبير جدا في الجي بي اي. يعني مش تاثيرها مش اللي انت فاهماه. انت ممكن لو هتاخدي مبادئ مثلا تاخدي معاها تفكير نقدي، حقوق انسان. خلي الانجليزي في ماده لوحدها في الترم الثاني. في تقريبا انجليزي وحاسب على ما اتذكر يعني. خليهم دول الترم أو الثاني. يعني انت مش هيبقى ممكن تقيل الإنجليزي لو حطيته مع الحاسب؟ مش هيبقى تقيل لا على بما إن فكرة، أصل يعني. مادة الإنجليزي مش زي ما أنت فاهمة، هو مش إنجليزي ثانوية عامة. أنت بتدرسي يعني شوية أساسيات كده في الإنجليزي بس عشان تمتحني امتحان عادي جدا يعني. امتحان عبيط كده بيبقى أغلبه ام سي كيو، وبيديك على أيامها كان كده. الام سي كيو كان بيديكي زي قصة كده أو باراجراف بيتحكي، وبتسألي عليهم كام سؤال وخلاص. بص، مواد المتطلبات دي مش هتبقى امتحاناتها صعبة، عشان هي أصلا مواد مش مطلوب منك غير ان انت تفهميها بس. دي متطلب جامعه عشان تبقي فاهمه مبادئ القانون بشكل عام، حقوق الانسان بتاعتك، شويه اساسيات في الانجليزي، شويه اساسيات في الحاسب. فما تقلقيش منها يعني، مش حاجه تقلقي. تمام، مش شكرا. ايه اسئله يا شباب؟ دكتور، نعم. هو احنا بيبقى سهل مثلا ناخد رقم الدكتور نسأله في سؤال، ولا بيبقى الحوار ده لأ الدكتور ليه حاجة خاصة وما ينفعش حد يسأله مثلا، أو واتساب، أو ما ينفعش حد ياخد رقمه أو كده؟ بص، هي بتفرق حسب الدكتور. في دكاتره الموضوع بالنسبه لهم لا، هو بيديك الميل الشخصي بتاعه وترسليه على الميل باي سؤال انت عايزاه، وهو بيرد عليكي. هو بيبقى متاح معاكي مثلا لحد الساعه فلانيه، يعني لحد الساعه 10 مثلا، الساعه 9 يرد عليكي وتمام. في دكاترة بتديكي التليفون بتاعها إن أنتوا تراسلوا وترد عليهم. في دكاترة ما بتديش أي حاجة وتقول لك تعالي لي المكتب في الساعات المكتبية بتاعتي اسألي زي ما أنت عايز. أنا واحد من الناس بدي تليفوني، يعني الناس كلها، الدفعة كلها تقريبا، الكلية كلها معاها رقم تليفوني فعادي. الموضوع مش ريجيت، مش حاجة ريجيت يعني، عادي ممكن أي حد يديك رقم تليفون. تمام، شكرا لحضرتك. دكتور، أمال. كنت معلش كنت عايزة أقول هو في دلوقتي كورسات معمولة تأهيلية للكليات الطبية وكده، من ضمنها كلية علوم.
فهل الكورسات دي هتفرق معانا لو احنا خدناها دلوقتي حاليا يعني قبل الكلية وكده؟ ده مين اللي بيديها؟ يعني في ناس بيبقوا إما بيكونوا في الكلية أصلا، يعني أنا بصراحة مش عارفة قوي، بس يعني إما بيكونوا هم طلبة بس في سنة عالية مثلا زي سنة تالتة أو رابعة أو كده، أو يعني حاجة زي كده، يعني مش عارفة بالظبط قوي، بس هم عاملين كورسات زي دي يعني مش لعلوم بس، عاملينها لبشري وكده، يعني هو مش في الكلية، هم مش ناس في الجامعة هم اللي عاملينها، وإنما على النت يعني ده بمقابل المادي يعني؟ بمقابل مادي. ما تاخديش حاجة. مش هتفرق معانا. مش حاجة في حاجة، انت أصلا كده كده هتخش الكلية، هتتصدمي صدمة عمرك أول أسبوعين وانت قاعدة مش فاهمة أي حاجة، وده شعور عشان كده طبيعي. شعور طبيعي هتحس بيه، ومهما هم قعدوا يهيلوا فيكي هتبدأي تحسي بنفس الشعور ده لحد لما تصدمي في الميد تيرم، وهتخشي تحلي فيه الحمد لله وتحلي فيه كويس، فتحسي بعد كده إن الموضوع عبيط جدا يعني. تمام. ماشي، شكرا يا دكتور. عارف ايه آخر أسئلة تانية يا سؤال شباب؟ آخر سؤال معلش يا دكتور. آخر سؤال طيب. هو أنا لو مترتبة على الدفعة بس مثلا أنا رابعة واللي فوقيا الاتنين أصلا مش همهم التعيين، تمام، والاتنين بصي تحتهم أنا وغيري الصوت مثلا قطع، أنا همهم ما التعيين. سمعتش حاجة أصلا. ها؟ الصوت قطع والله ما سمعتش حاجة. أنا لو مرتبة على الدفعة ومثلا الرابعة، تمام، تمام. الأول والتاني أصلا مش همهم التعيين، تمام، والتالت والرابع همهم التعيين، كده ممكن يختارهم ولا لأ؟ بصي، هو الفكرة بتاعت التعيين دي هما بييجوا يعرضوا على الناس اللي عليها ترتيب التعيين. يعني بيعرضوا على أول واحد مثلا، أنت عايز تتعين، هيقول لهم لأ، فيروحوا على التاني، أنت عايز تتعين، هيقول لهم لأ، هيروحوا على التالت، أنت عايز تتعين فهياخدوا التالت. هما بقى عايزين بقى أكتر من واحد، بيروحوا بقى للرابع والخامس والسادس. ده يعني هو بيبقى عرض وطلب يعني. لو بايو أو باقي كيمستري الكلام كل ده برضه لو لو أول اتنين مش عايزين هيروحوا للتالت والرابع. تمام، شكرا يا دكتور. نعم. طيب انا اولا اتشرفت بيكم جدا يا شباب والله، وكان شرف ليا ان انا اكون معاكم النهارده، واتمنى ان انا اكون افدتكم باي حاجه. انا مش عارف احنا يعني السيشن يا رب تكون مفيده فعلا والناس استفادت منها، وان شاء الله اتشرف بيكم ان انا ادرس لكم في اي كورس من الكورسات ان شاء الله، ويبقى شرف ليا طبعا، واتشرف بيكم طبعا، يا ونتقابل في معامل كيمياء او في محاضره نظري. ده مش هيبقى شرف ليا ان انا ادرس لكم يا رب ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي داخله كليه جديد، يعني هتبقوا نورتونا، والكليه هتزيد نور بيكم، وهنتشرف بوجودكم، وإن شاء الله اللي حاضرين كلهم أفتخر بيهم بعد ما يتخرجوا إن هم بقوا حاجة كبيرة جدا إن شاء الله. الحقيقة يا دكتور حابين نشكر حضرتك جدا جدا والله، يعني شكرا لوقت حضرتك وتعاونك معانا، وأسفين لو خدنا من وقت حضرتك أو تعبناك يعني. حقيقة يعني كانت نصايح جميلة، وربنا يبارك في حضرتك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. وبنشكر طبعا كل اللي حضروا معانا، وبإذن الله هنكمل باقي السيشنز معاكم الأيام الجاية، فما تنسوش يعني تتابعوا ايفنت سكند ستيج. وطبعا لو احتجتوا أي حاجة احنا معاكم في كل جروبات علومانجي، يعني ما تقلقوش. وبكرر شكري تاني لحضرتك يا دكتور بجد، يعني حقيقي كانت معلومات ونصايح عظيمة جدا، فربنا يبارك في تسلم يا رب حضرتك يا يا رب. ندى. يا تسلم رب يا رب يا ندى، ربنا يكرمك. شكرا يا دكتور. تمام يا شكرا شباب، لحضرتك. تقدروا تتفضلوا، وزي ما قلت لكم احنا معاكم يعني على الجروبات لو احتجتوا تسألوا عن أي حاجة. السلام عليكم.